الكل كان بيعتقد إنه ولد ضعيف من قرية عادية، لكنه اتضح إنه تجسيد لأقوى تنين اتقتل ظلم على أيدي البشر من سنين طويلة. مع إنه كان بيساعد البشر في محاربة وحوش شيطانية كتيرة في الماضي، لكن كره البشر للتنانين كان قوي جدا لدرجة إنهم بعتوا مجموعة من المغامرين الأقوياء جدا اللي قدرت تدخل مخبأ التنين القديم وتحاصره تماما. بطل الفريق هنا ضرب الضربة القاضية بتاعته، والتنين الأسطوري استغرب ليه البشر دول عايزين يقتلوه رغم إنه عمره ما أذاهم، وعلى الرغم إنه كان عايش فترة طويلة إلا إنه فكر إنه موته دلوقتي أحسن من استمراره في الحياة. بس هنا وقته ما كانش لسه خلص في الدنيا دي، لأنه اتولد من جديد كولد في عيلة فلاحين في قرية صغيرة. أهله سموه دولان، وكبروا بقى شاب جميل وبيحاول ينسى إنه كان تنين في حياته السابقة. الأولاد هنا في القرية الريفية بينضجوا أو بيكبروا في سن ال 15 سنة، وده معناه إنه هيكون منقذ لحياة بيستن. أما بالنسبة لدولان فهو عايز يعيش في حاله. في الصباحية دولان بيقابل أخوه وبيروح على النهر القريب منهم عشان يصطادوا سمك، فبيسألوا هنا أخوه إذا هو فعلا رايح المستنقع بكرة اللي فيه معجزات وحاجات غريبة بتحصل قريب من المنطقة هناك. بس دولان هنا بيرفض إنه يروح يستكشف لأنه مشغول، وبعد ما اصطاد سمك كتير قرر يرجع القرية بتاعته. وهو في طريقه قابل واحدة جميلة اسمها مال وولد اشقر اسمه البرت، وهما الاتنين كانوا مندهشين جدا من كميه السمك اللي هو قدر يصطادها. فدولان هنا بيشكر مال لمساعدتها ليه في التدريب لمواجهه اي وحوش في المستنقع. فبيرجع دولان بيته وبيملح السمك وبيقوم معلقه شويه عشان ينشف. وبعد شويه واحده شعرها احمر اسمها ايري بتنادي عليه وبتفكره بالتدريب اليومي للسحر بتاعه. فبيطلع بره وبيوصل عند بيت معلمه وبيستخدم تعويذه سحريه قويه جدا. فبتنبهر العجوزه وبتقول له ان سحره الهجومي ده من افضل الحاجات اللي شافتها في حياتها. فبيجي الليل وهو راجع في طريقه للبيت بيقابل واحده بيضة شبه الأغنياء اللي من الثمانينات. فزعيم القرية بيجي وبيعرفوا عليها وبيقول له دي كريستينا، ست كده محترمة هتقعد في القرية حبة حلوين. فبيسلم دولان عليها، ولما بيمسك ايديها بيستوعب قد ايه هي عندها قدرة عالية من المهارات. فبيسأل نفسه بيقول يا ترى هي بتعمل ايه هنا، بس للأسف ما كانش عنده الوقت الكافي لكده لأن الشمس بدأت تشرق. فبيرجع بسرعة لبيت أبوه وأمه عشان يشارك معاهم الأكل اللي هو جمعه. دولان كان محبوب جدا من عيلته، وهو كمان برضه اتعلق بيهم وحبهم جدا. أمه هنا طبخت عشاء جميل كالعادة، وهم بياكلوا أبوه بيقول له احنا عايزين نجوزك يا ابني ونفرح بيك كده. بس دولان بيرد بيقول له انه عايز يفرح بعزوبيته شويه قبل الموضوع ده. في الصباحيه وهو بيخرج عشان يروح المستنقع بيلاقي نص القريه واقفه عشان تودعه، فبيودعهم وبيسلم عليهم. وبعد السفر لعده ساعات وسط الغابات اللي مليانه بالوحوش والحيوانات المفترسه وصل اخيرا للمستنقع اللي اتحول لونه كله اخضر واللي ريحته مقرفه جدا. فحط ايده في الميه وحللها وعرف ان الطاقه دي مش طبيعيه، هو عشان كده مفيش حد اتباع على قيد الحياه في المكان ده. وقبل ما ياخد اي خطوه تانية سمع وشوشه من عند الزرع، فبيلف ورا وهو عارف ان الوحوش القويه بس هي اللي اتبقت على قيد الحياه في المكان ده. فبياخد سيفه وبيجهز لاي مواجهه ممكن تحصل. فبيظهر الوحش نفسه وبيطلع بنت جميله نصها بشري والنص التاني افعى. دولان هنا بيبقى مش فاهم اي حاجه لان دي وحش نادره جدا ومش المفروض انها تكون موجوده في المنطقه دي من الاساس. وفوق كل ده البنت الافعى دي بتبدا تعمل تصرفات غريبه وكانها عندها تشنجات، فده بيوتره جدا وبيبقى مش فاهم اي حاجه. فهي بتقول له انها هنا مش عشان تحاربه، بس قبل ما تقدر تفسر او توضح اي حاجه تانية بيظهر وحش عملاق من ورا الشجر وبيحاول يدهسها برجليه، فبتصرخ وبتطلب المساعده. ولحسن الحظ دولان هنا بيوصل في الوقت المناسب وبيقطع رجل الوحش الضخم ده وبيمسك البنت اللي معاه دي وبيهرب بسرعه. الوحش بيبان انه معمول من طين عشان كده بيسهل عليه انه يعيد تكوين رجله اللي اتقطعت بسرعه. دولان والبنت هنا بيتخبوا ورا فطر ضخم، وهنا البنت بدات تسال كذا سؤال ورا بعض، فدولان قال لها تسكت شويه عشان يعرف يركز ويلاقي خطه كويسه. وبعد شويه الوحش بيبعد عنهم فبياخدوا فرصه انهم يتنفسوا، لكن البنت على طول بتساله وبتقول له هو ايه اللي بيعمله الوحش هنا. فدولان بيرد يقول لها ان الوحش ده عنصر ارضي وباين عليه كده انه فقد عقله، وبدا يشرح لها ان المنطقه دي كانت تحت سيطره شعب السحالي اللي كانوا احيانا بيعملوا شغل مع اهل القريه، لكن مؤخرا اختفوا تماما وممكن يكون بسبب الوحش ده. بعد كده بيقوم بيسالها اسمك ايه، فالبنت بتقول له ان اسمها سيلينا وانها من سلاله وحوش معروفه باسم اللمياس. دولان كان سامع عن اللمياس قبل كده عشان مشهورين بجمالهم ومهاراتهم السحريه القويه، فبيقترح عليها انهم يحاربوا مع بعض، لكن هي بتبقى مش واثقه من نفسها وبتقول ان سحرها مش اقوى حاجه ويمكن تحرج نفسها قدامه. فدولان بيطمنها ويقول لها ما تقلقيش انا هتحمل الموضوع، انت بس قدمي ليا الدعم. فسيلينا بتوافق وبتقول له انها هتحاول تدعمه باقصى ما عندها، لكنها لسه مش متاكده انها تقدر تثق في انسان لسه قابلته من شويه. فدولان هنا بيدي الاشاره ليها وهما الاتنين بيهجموا على الوحش وبيطلعوا من المكان اللي كانوا مستخبيين فيه وبيبداوا الهجوم. الوحش الضخم بدا يهاجمهم هو كمان وبدا يرمي كرات من الطين على سيلينا، لكن دولان بيوصل في الوقت المناسب وبيقطعها بسهوله. وفي نفس الوقت سيلينا بتستغل الفرصه دي وبتقرا تعويذه قويه جدا وبتعمل دايره سحريه كبيره لونها احمر وبتطلع منها افعى ضخمه بتخنق فيها وحش الطين ده. سيلينا هنا بتواجه صعوبه في اكمال التعويذه، لكن ده كان كفايه عشان دولان ياخد فرصته ويقرب من الوحش. الوحش هنا بيدمر تعويذه الافعى وبيهاجم دولان، بس دولان بيصد الهجوم بتاعه وبيلحق ينط على الوحش وبيقوم قطعه نصين. سيلينا هنا فرحت لما شافت انهم كسبوا، لكن بقايا الوحش للاسف بتقع عليها كلها وتوسخها. فدولان بيروح لها على طول وبيتاكد انها ما اتاذتش،
وبيشكرها على مساعدتها ليه في انهم يهزموا الوحش بسرعه، وبيقول لها اكيد انت دلوقتي حاسه بالبرد والوساخه اللي عليكي دي ولازم تنضفي نفسك. وبحلول الليل بيقدروا يلاقوا كوخ صغير، فبيدخلوا هما الاثنين ودولان بيجهز العشاء، وسيلينا مع ضخامتها دي بتساله اذا كان هو مش خايف منها، فبيرد يقول لها انها مش زي اللمياس اللي قابلهم قبل كده اللي كانوا عدوانيين وحذرين من البشر. فبيسالها انت كنت بتعملي ايه قريب من المناطق البشريه دي كده؟ فسيلينا بترد عليه وبتقول له انها خلاص عدت ال 17 سنه، يعني بقت بلغ خلاص ولازم تبدا رحلتها عشان تلاقي عريس، عشان اللميات كلهم اناث فلازم يلاقوا عريس من عرق تاني. وبتشرح ان اللميات دول اتخلقوا لما واحده بشريه اتلعنت لاسباب معينه، واللعنه دي خلت جسمهم فيه سم ومش كتير ناس تقدر تتحمله، فبيبقى صعب عليهم انهم يلاقوا راجل يقدر يعيش مع السم ده. دولان كان مش مركز معاها اصلا لانه كان بيعمل الشوربه، بس بيرجع لوعيه لما سيلينا بتقول له ان ابوها برضو كان انسان، فبيصب شويه شوربه في الصحن وبيديها لها. سيلينا هنا بتبقى متحمسه انها تشرب الشوربه وهي اصلا من عشاق الشوربه، فبيبتسم دولان وبيقول لها ان امه هي اللي علمته يعملها وانهم كانوا بيشربوها مع بعض في الشتاء. تفكيره في اسرته كان بيفكره بوقت ما كان تنين اسطوري دايما وحيد في كهفه، لكن دلوقتي الامور اتحسنت وبقى عنده ناس يثق فيهم. في الصباحيه هما الاتنين بيلبسوا لبس تقيل، ودولان بيقرر انه مش هيظهر اليأس اللي فيه قدام سيلينا، وبيقول لسيلينا انه هيرجع للقريه دلوقتي، فهي بترد عليه وبتقول له انها هتكمل رحلتها للجنوب عشان تدور على عريسها. دولان هنا بيبتسم وبيتساءل اذا كان قدرهم هيجمعهم تاني في الرحله دي ولا لا، بس بيقرر انه يمشي دلوقتي عشان لسه قدامه الرحله طويله. في اليوم اللي بعده دولان والبنت ايري ام شعر احمر بيتعلموا ازاي يعملوا ادويه سحريه، وايري هنا بتشرح له ان الادويه السحريه دي مش زي الادويه العاديه ولازم تتعامل بحرص اكبر عشان اي خلل بسيط في المكونات ممكن يهدد حياتهم. ايري هنا بيبان عليها محترفه وبتنجح في الوصفه من اول مره، بس دولان بيغلط وبيحط نفسه في موقف محرج جدا، فالعجوزه بتقول له انه لازم يسيطر على ايده احسن والا ده هيكون خطر عليهم كلهم. فدولان بيعتذر وايري هنا بتاكد على الكلام وبتخليه يستوعب خطورتها. بعدها بيروح عشان ياكلوا لان وقت الغدا جه، وهم بيسموا الله كده. دولان بيفكر وبيقول انه ما شافهاش من زمان. وبعد الغدا دولان بيجري للولد الفرنسي اللي اسمه ألبرت اللي بيدرب العيال عشان يبقوا فرسان في المستقبل، فالعيال بيوقفوا التدريب لما بيشوفوا دولان وبيستعجلوه عشان يوروه قد ايه هم اتقدموا في التدريب، بس هو بيبقى مش مهتم وبيقول لهم يستريحوا شويه بدل ما يكملوا. وفجاه بيحس بوجود وحش جاي من الغابه. دولان مش بيقول لحد اي حاجه وبيدخل الغابه لوحده بالليل، فيلاقي اللي كان بيحس بيه هي سيلينا واللي بتكون وسط الشاور بتاعها، فبتتفزع سيلينا لما بتشوف دولان قدامها، فبيقع طبعا على الارض، ولما بيقرب منها دولان عشان يغطيها بتضربه بالكف. دولان هنا لسه مش فاهم هو عمل ايه غلط، بس بيغير الموضوع وبيسالها وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فسيلينا بتقول له بكل حزن ان كل الرجاله اللي قابلتهم في رحلتها كانوا خايفين منها، فقررت انها ترجع تلاقي دولان عشان يساعدها. دولان بيحس هنا انه محظوظ انها رجعت، بيقول ان كان نفسه يشوفها تاني، وفجأة بيستغل الفرصة دي وبيقترح عليها انها تقعد معاه في القرية. فسيلينا بتقول له ان ده مستحيل عشان الناس هناك هتخاف من وحش زيها، بس دولان بيشرح لها بيقول لها ان في القرية عندهم في ناس بشر وناس وحوش عايشين معاهم، فاكيد هيتقبلوها مع الوقت. اما عن كونها لامية، دولان بيقول لها ان الناس ممكن تخاف في الاول، بس بسبب شخصيتها اللطيفة هيتقبلوها ويحبوها بسرعة. سيلينا بتكون مبسوطة جدا من فكرة انها يبقى عندها اصحاب بشر، وبتبقى مبسوطة انها تعيش مع دولان. فدولان بيقول لها ان لو هتعيش معاه هيبقى فيه مميزات كويسه ليها، وهي انها تقدر تاخد طاقه من عنده في اي وقت، فبيمد ايده ليها. وهنا سيلينا بتاخدها وهي قلقانه شويه، فبيبعت دولان جزء من طاقته لجسمها، فسيلينا بتحس بيها وبتشكره وبعدها بتبتسم. بعدها دولان بيقول لها عن خطته، وبعد كام يوم سيلينا بتبدا تسيب خنازير واسماك لذيذه بره القريه كهديه لاهلها. فقائد الفرسان اللي بيكون جسمه معضد ده بيكون حيران هو والطاقم بتاعه، والقائد عارف ان اللميات وحوش قويه وخطيره ومش فاهم ليه واحده منهم هتسيب الفرايس دي هنا كهديه. فالكل بيشك بيقول ان الوحش اللي بيحب يسيب لحم لذيذ ممكن يكون ناوي شر، وقائد الفرسان هنا بيقول انهم ما يقدروش يثقوا في وحش وبيقترح انهم يعملوا وحده عشان يقتلوها. الكل بيوافق لكنهم بيفكروا يطلبوا الدعم من العاصمه، بس العجوز ما كانتش موافقه على اللي هم بيقولوه، وبتقول لقائد الفرسان انه مهما كان مهتم بالقريه ما ينفعش ياخد قرارات مستعجله من غير ما يفكر في كل الحاجات الاول. فجاه ايري بتدخل الغرفه ومعاها اناء غريب، وبتقول للعجوز انها عملت قراءه الفال زي ما طلبت منها. فالعجوز بتشيك على النتائج وبتقول ان ظهور قفع في الفال بيدل على حظ كويس، فلازم ما يأذوش اللميه. دولان كان بيقطع خشب بره وبيسمع كل الكلام ده، وبيبقى مبسوط جدا لما بيسمع ان العجوز اقنعت الكل انهم يعطوا اللميه فرصه. ولما بيجي الليل بيجري للغابه عشان يشارك الاخبار الكويسه دي مع سيلينا، وبيقول لها ان مفيش خطر عليها دلوقتي وانهم مستعدين يبداوا الرحله الاخيره من خطتهم. وفي الصباحيه كل المقاتلين اللي في القريه والفرسان بيتجمعوا لتدريب مشترك، والكابتن بالين بيحكي لهم عن الوحش اللي اسمه لاميا وبيقول لهم انه لازم يبقوا متاهلين ضدها، ومع كده كل الناس المهمه في القريه كانوا موجودين برضه. وده بالظبط اللي دولان كان محتاجه عشان الجزء الاخير من خطته، واللي هم بالين وميلا سايد اللي هي الكهنه، ودي اهم شخص في خطته واللي بتتمتع بقيمه كبيره في مجتمع القريه عشان بتستخدم سحر الشفاء والتطهير، وعندها سلطه انها تحدد اذا كانت
سيلينا خير ولا شر. دولان هنا بيدعي ان كل حاجه تمشي كويسه، وان الكهنه دي ما تحكمش على سيلينا انها شريره. فبيطلع ناحيه الغابه متوجه لسيلينا، فبيلاقيها بتراقبهم وبترتعش من كتر الخوف. بس في الليله اللي فاتت دولان كان شرح لها خطته، واللي كانت بتقول انه هينط في عرين وحوش ضعاف، وان سيلينا تيجي وتنقذه منهم. بس سيلينا دلوقتي مش متاكده من الحوار ده، وبتسال نفسها امتى هي المفروض تعمل كده. ودولان برضو كان مستني اللحظه دي بفارغ الصبر. فجاه بيجي جندي جري من الغابه وبيقول للكابتن انه لقى الوحش، بس الوحش اللي الجندي بيتكلم عنه بيبقى دب كبير مدرع وغضبان، ومجرد منظر الدب ده بيخلي كل الفرسان يخافوا. فبيأمرهم الكابتن بالين هنا بانهم يتراجعوا ببطء، عشان محاربه الدب المدرع ده زي اكنك بتخبط راسك في عربيه مدرعه. العيال بدأت تجري، بس الواد اللي شعره احمر وقع على الارض، والدب بدأ يتقرب منه. فدولان هنا بيجري عشان ينقذ الولد، وهو بيفكر ان الطريقه الوحيده عشان يوقف الدب المدرع ده هي باستخدام قواه التنينيه. وعلى الرغم انه قرب يوصل للولد، الا سيلينا بتنط ما بين الاشجار كمان وبتحمل الاتنين بجسمها. الكل بيبقى ساكت ومش مصدق ايه اللي بيحصل، وبعدها سيلينا بتتوجه للدب وبتستخدم قواه التنويميه عشان ترجعه للغابه. دولان هنا بيجي وبيسأل سيلينا اذا كانت هي بخير، بس هي بترد وبتقول له انت اعمى مش شايف الدم اللي طالع من جروحي. فقائد الفرسان هنا بيضرب سلاحه في الارض وبيقول لسيلينا انها تبعد عن اهل القريه. وبالن بيطلب من دولان انه يجي معاهم هو كمان، بس دولان هنا بيطلب منه انه ما يأذيش سيلينا عشان هي انقذت حياته، وهو ما اتعلمش انه يرد الاحسان بقسوه. فبالن بيقرر انه يسأل سيلينا هنا قبل ما يعمل اي حاجه، وبيسألها اذا هي فعلا كانت اللي بتسيب الهدايا دي بره القريه ولا لا. فهي بتأكد الكلام اللي هو قاله وبتنحني قدامه، وبتطلب منه انه يخليها تقعد في القريه شويه، وبتقول له انها سابت عيلتها وخرجت في رحله حسب عادات نوعها. بس بالنسبه لها دي كانت تجربه وحيده ومخيفه جدا، وهي عايزه تقعد بس معاهم في القريه شويه، وبتحلف ان مفيش كراهيه عندها تجاه البشر، وانها مش هتأذي اي حد. هنا وقتها الكل بطل يخاف منها، وبالن بيتوجه للكهنه. الكهنه هنا بتبقى لسه واقفه وبتبص في السماء والدموع بتنزل على وشها. فبيجي ضوء كده بيظهر عليها، والكهنه هنا بتعلن ان سيلينا مش شريره، وان اهل القريه يقدروا يعيشوا معاها بسلام. وبتقرب من سيلينا وبتقول لها انها مرحب بيها في القريه. فسيلينا بترفع راسها عشان تشكرها، بس فجاه بيغمى عليها بسبب فقدان الدم الكتير. بيقوم دولان جاي يلحقها وبينقلوها على عجل القريه عشان تتعالج. وفي اليوم اللي بعده سيلينا بتكون استعادت صحتها بشكل كافي، ودولان والقريه بيوروها البيت الجديد اللي جهزوه لها عشان تقعد فيه. البيت فيه سرير مريح مع مخدات ولعب اطفال. فسيلينا بتكون متاثره جدا من لطف اهل القريه ليها، وبتشكرهم من كل قلبها. فبالن بيقول لها ان هو المفروض اللي يشكرها عشان هي انقذت حياه ابنه، وبيعتذر لانه كان موجه السلاح ناحيتها. الكل هنا بيستقبل سيلينا في القريه، وبعدها بيجي دولان بيقدم نفسه ليها قدام الكل عشان هما الاثنين يعرفوهم انهم ما كانوش عارفين بعض من الاول. يعدي كام يوم وسيلينا بتنسجم تماما مع اهل القريه، ودولان طبعا هنا بيكون مبسوط ان كل اللي عمله ده عاد بفايده. وفهمهم طبعا في اله اسمها مايرل، فبيقرر يطلع يشكرها. فبيخرج من جسمه بالليل على هيئه روح، فبيطلع وبيخترق السماء وبيلاقي مستعده تقابله. فبيتبادلوا مع بعض كلام بسيط، وهو بيشكرها عشان انقذت سيلينا من القتل على يد اهل القريه. مايرل هنا بترد عليه وبتقول له ان اللامية دي لطيفه جدا، فما كانش عندها خيار تاني غير انها تنقذها. دولان هنا ما صدقش انها حرفيا عرفته انه تنين مولود في جسم بشري. بس مارل بتضحك هنا وبتقول له ان قوه حياته كانت اقوى بكتير من اي حد تاني لما كان بيصلي، وبتقول له ان دايما كان بيبان عليه تعبان من الحياه وهو في شكل تنين. فكانت مفاجاه كبيره ليها لما لقيته مبسوط وهو انسان. وبعد شويه دولان هنا بيرجع لجسمه البشري. فبيجي الصبح وسيلينا بتكون فرحانه جدا وبتصحيه وهي بتفتح الباب بقوه وبتقول له قوم يا اسطى النهارده هيبقى يوم جامد. فدولان بيبتسم وبيقول لها قبل ما تدخلي بعد كده يبقى خبطي على الباب، عشان انا ساعات بحب اقعد مع نفسي قبل ما ابدا يومي. فسيلينا بتعتذر وبتقول له انه لازم يقوم عشان النهارده هيبقى يوم مش عادي. فبيطلع ان كريستينا عندها مباراه تدريبيه ضد الكابتن مال، وكل القريه واقفه حواليهم. فهي بتشوفهم وهم بيلعبوا ضد بعض، والرجاله هنا بيتناقشوا مين فيهم اقوى واكتر استقلاليه. كريستينا هنا بتلاحظ ان مال بتدافع ومش عايزه تهجم، فبتطلب منها انها تخلص وتلعب بجد. مال هنا بتوافق وبتبدا تهجم بسرعه عشان توري البنت دي ازاي الحوار ده بيتعمل في الريف. مال هنا بتهاجم كريستينا بالخنجر والسيف، بس البنت دي عندها مهارات جامده برضه، فبتصد الهجمات دي وبتلاقي فرصه تضرب. كريستينا بتغلب مال وبتنطر السيف بعيد من ايدها، بس مش بتستنى كتير وبتروح على طول تشيل مال من على الارض، وبتقول لها انها من افضل المقاتلين اللي لعبت معاهم. والكلام ده بيخلي مال طبعا تتكسف ووشها يحمر. بيجي الليل وكريستينا ومال بيقرروا يروحوا سوا وبيطلبوا اكل وشرب، والبنات اللي بتقدم الاكل والشرب بيكونوا منبهرين جدا بكريستينا عشان شكلها اللي زي شخص مقاتل كده عظيم. وبعد شويه بالن والبقيه بيوصلوا وبيتكلموا وبيهزروا مع بعض شويه. بيتأخر الوقت بالليل، فكريستينا بترجع لسريرها وبتريح شوية وهي بتبص من الشباك على القمر، وبتشوف الكل بيستمتع مع أصحابه، وبتفتكر إنها وحيدة وما عندهاش أي أصحاب ولا حاجة. فبتقرر إنها تطلع للجبل عشان تتدرب بالليل وتشغل دماغها بعيد عن الإحساس بالوحدة. بس بطريقة كده دولان وسيلينا بيشوفوها، ولما بيشوفوها لوحدها سيلينا بتقرر إنها تدعيها لبيتها عشان تريح شوية. فهنا سيلينا بتوريها سريرها المليان ألعاب ومخدات وبتبقى فرحانة بيه، فبتنط عليها على طول وبتطلب من كريستينا إنها تنضم ليها.
دولان هنا بيحس ان كريستينا متضايقه، فبيقول لسيلينا انها تهدى شويه، بس بيبان على كريستينا انها موافقه على الفكره، فبتنط على السرير هي كمان وتريح. بس دولان بيقرر انه يقف جنب الحيطه شويه، وسيلينا بتقول هنا انها بتحب القريه دي جدا، وانها بتتمنى ان كريستينا كمان تكون مبسوطه معاهم، وبتقول لكريستينا انها لازم تشرب الحليب اللي مرات بالين بتعمله، وان القريه كلها بتحب تشربه. كريستينا هنا بتكون شايفه الموضوع غريب شويه، بس بتقرر ما تتكلمش فيه. دولان بيبدا يتكلم وكأنه بطل القصه، وبيحكي ان الحياه هنا في القريه صعبه جدا ومشقه. بعدها الكل بينام وبيجي الصبح اللي بعده، ودولان بيروح للمكان اللي بيشربوا فيه الحليب ده، واللي بتكون زوجة بالين لسه جايباه طازه من شويه. بالين هنا بيتحدى اي حد يشرب اكتر منه، وفجاه كريستينا بتدخل المكان والكل بيستقبلها بحب وموده، فبالين بيستدعيها عشان تجرب الحليب الطازه ده، فكريستينا بتوافق وبتقوم جايه شاربه الكوبايه دفعه كامله، وبتكتشف ان اللبن فعلا طازه. وبالين هنا برضو بدا يشرب الكوبايه بسرعه، فبيتحداها في مسابقه مين اللي يقدر يشرب اكتر، وبيبداوا هما الاثنين يشربوا كوبايه ورا كوبايه، وفي الاخر بالين هنا بيتعب ومش بيقدر يكمل. اما كريستينا ما عندهاش مشكله انها تشرب حليب المكان كله. بالين هنا بيرجع لمزرعته عشان يخليهم يشتغلوا ويزرعوا البطاطس، وسيلينا هنا بتكون مبسوطه قوي باللي بتعمله، وهي انها بتزرع البطاطس جنب بعض. اما كريستينا هنا فجاه بتبدا تضرب التربه من غير سبب، بس قبل ما دولان يشرح لها، واحد من الحراس بيجري ليهم وبيقول لهم ان لازم يروح عند باب القريه بسرعه، فبيروحوا هناك جري، فبيلاقوا بالين واقف مع ناس تانية من القريه عند البوابه. ولما بيوصلوا بيجي حارس من العاصمه وبيحاوطوا دولان وسيلينا، وبيسالهم المستشار اذا هو اللي جاب وحش اللاميه دي للقريه، فبيرد كان القريه هنا وبيقول ان اللاميه دي اتعرضت للفحص وتاكدنا انها مش شريره. المستشار هنا بيشك في الموضوع وبيقول له لو عايزها تعيش كمواطنه لازم تعدي اجراءات الحكومه. دولان هنا بيشك في الموضوع، بيقول انه في وبيطلب من المستشار انه يروح معاهم، فبيوافق. وبكده دولان وسيلينا بيتنقلوا مع الحراس الملكيين للعاصمه. كريستينا بتبدا تقلق من الموقف اللي حصل ده، وبتقرر انها تقابل مديره اكاديميتها اللي عندها تاثير كبير على الحكومه، فبتستخدم تعاويذها السحريه عشان تسرع نفسها وتوصل للعاصمه هناك بنفسها. فبتوصل للعاصمه قبل دولان وسيلينا اللي لسه في العربيه، وبتلاقي مديرة الأكاديمية أوليفيا مستنياها هناك، واللي بتطلب منها تقعد وتحكي لها، وبتطمنها إن سيلينا مش هتتأذى طالما الكهنة قالوا إنها مش شريرة، بس بتقول إن في ساحرة كبيرة في الحكومة اسمها كي، وشايفة إن سيلينا تهديد عشان في حالات اختطاف حديثة حصلت قريب من المدينة. فكريستينا بتقول لها إن سيلينا عمرها ما هتعمل حاجة زي كده، فأوليفيا هنا بتوافق على الرأي، وبتقول لها إن اللمية فعلا ما كانتش موجودة قريب من أماكن الاختفاءات دي، بس بتشك إن كي عايزة تقتل سيلينا بشكل غير قانوني لغرض تاني. هنا أوليفيا بتخطط وبتحاول تتدخل بأي طريقة وتنقذ حياة سيلينا. وفي الناحية التانية العربية بتقف في نص الطريق، والمستشار بيطلب منهم ينزلوا عشان يديهم معلومة صدمة قبل ما يوصلهم لكي. كي دي ساحرة مرعبة بتستقبلهم بابتسامة مزيفة، وبتطلب من المستشار انه يروح يكمل عمل واجباته. جوه القصر خدم كي بيجهزوا وليمة لضيوفهم، وهي بتقول لسيلينا انها تاكل اي حاجة هي عايزاها عشان المفروض تعملهم كويس بعد ما استدعتهم بشكل مفاجئ. فسيلينا هنا بتشكرها وبتقول لها انها لما شافت الجندي فكرت انهم هيرموها، فكي بتقول لها ان ده مش صحيح عشان ما فيش حد خطط عندها لقتل اي حد بريء وجميل زي سيلينا. ولما بيبداوا ياكلوا، كي بتقول لسيلينا انها شافت كتير لميات قبل كده، بس سيلينا هي اجملهم كلهم، وبتقول انها بتحب كل حاجه فيها خصوصا جلدها الناعم والحراشيف الجميله. وفجاه كي بتكشف عن نواياها الحقيقيه وبتقول انها عايزه تاكل سيلينا حيه. سيلينا هنا بتكون مصدومه من الساحره دي، وفجاه المنوم اللي في الاكل بيبدا مفعوله عليها وبتفقد الوعي هي ودولان. هنا بقى بيوصل المستشار لمكتب اوليفيا، وكريستينا بتنصدم لما بتشوفه وبتساله فين دولان وسيلينا، فبتجاهلها وبيقول لها انه عايز يتكلم مع اوليفيا على انفراد. بترد عليه اوليفيا وبتقول له انه يبطل يتكلم برسميه ويجاوب كريستينا ويعرفها هم فين، فبيرد ويقول انه في واحده ساحره في نص المدينه واللي بيكون عمرها حوالي 300 سنه، فهم بيشكوا ان هي اللي ورا الموضوع. الساحره دي بشريه وبتسرق اجساد البنات الصغيرين عشان تفضل شابه للابد، ولكن المره دي اتجهت اهتماماتها ناحيه اللاميه. هنا كريستينا بتتفزع لما بتربط الاحداث مع بعض، والمستشار بيقول انهم مش عندهم وقت كتير انهم ينقذوا صاحبتها. بنرجع للقصر بتاع كي وهي بتكون جاهزه تعمل تجاربها على سيلينا، وبتعجب بجمالها وقوه حياتها، فبتلمس الشفره عشان تقشر جلدها قبل ما تعمل اي حاجه. بس قبل ما تاذيها دولان بيوقفها وبيفك القيود اللي كانت ربطاه، فكي بتسال هنا اذا كانت دي غلطه في جرعه المخدر، بس دولان هنا مش بيصرف ليها اي اهتمام، وبيبدا يفحص الدايره السحريه اللي هي عاملاها على الارض، فبيفهم الساحره دي عايزه ايه، وبيسالها هي قتلت كام شخص. كي هنا بتقول له انها وقفت عد بعد 100 شخص، فدولان بيسالها وبيقول لها ايه السبب اللي بيخليكي تعملي كده، فهي بتقول له انها بتحب كل حاجه جميله وبتحب تجمعها لنفسها عشان تزود جمالها. دولان هنا بيكون عارف ان التعويذه دي محرمه وممنوعه، فبيسالها لو كانت عملت صفقه مع الشيطان عشان تعملها. كي هنا بتعترف وبتقول له انها جمعت اجزاء جسمها من مخلوقات مختلفه، لكن دلوقتي هي زهقت من جلدها القديم اللي بقى مترهل وبتخطط تستبدله بجلد اللاميه، وبتقول له انها بالطريقه دي هتبقى اجمل بكتير جدا. فجاه سيلينا بتصحى وبتسالها لو هي فعلا جابتهم هنا عشان السبب ده بس، فكي بتلاحظ ان سيلينا كمان فاقت وبتستغرب ان كان المخدر بتاعها ضعيف. سيلينا بتيجي ناحيه دولان وبتساله اذا كانت الساحره
الساحره دي ضحكت على النساء التانيين قبل كده وخدعتهم بنفس الطريقه ولا لا. فكي بترد عليهم وبتقول لهم انها شايفه انهم كانوا هيعيشوا حياتهم في بؤس على اي حال، وانها انقذتهم باستخدام جمالهم بشكل افضل. سيلينا هنا بتدمع من كتر ما هي متاثره بالكلام المريع ده، وبتقول ان المستشار القديم كان عنده حق عنها. كي هنا بتتفاجئ لما بتسمع اسمه، وفجاه دولان بيطلع جهاز مخفي من ودنه، وبتكتشف انه كان بيبث كل الحوار ده للمستشار والجنود. وكي لسه مش فاهمه ايه السبب، وفجاه الحيطه بتنفجر وبتدخل اوليفيا مع كريس والجنود وبتروح تطمن على اصحابها. والمستشار هنا بيأمر الجنود انهم يقبضوا على كي. وهنا اوليفيا بتعتذر لدونا وسيلينا لانها استغلتهم كطعم، لانها كانت محتاجه دليل على جرائم كي عشان يقدروا يعاقبوها. اوليفيا وكريستينا بيقولوا لكي انها مش هتقدر تكون جميله بسرقه جمال الناس التانية، وان الحاجه الوحيده اللي ممكن تساعدها هي انها تتولد من جديد. الكلام ده بيغضب كي جدا لانها شايفاه اهانه لنضالها المستمر عشان تبقى اجمل. وبتحكي انها كانت مولوده بشعه جدا لدرجه ان اهلها سابوها وراحوا يشتروا لبن وما رجعوش تاني عشان ما يشوفوش وشها. ولما ادركت لاول مره انها بشعه فقدت عقلها وبدات تهاجم كل شخص جميل تقابله عشان تسرق اكتر حاجه جذابه فيه. ومع جمالها الجديد لفتت نظر الشياطين اللي ساعدوها وخلوا طموحاتها وقسوتها تكبر اكتر. دلوقتي بعد ما خطتها فشلت كي بتغضب جدا وبتقرر تستخدم ابحاثها اللي عملتها على مدار 300 سنه عشان تدمر اعدائها كلهم. وفجاه كي بتتحول لوحش كبير وبشع وبتهاجم سيلينا، لكن دولان بينقذها في الوقت المناسب. بعدها بتهاجم الجنود باستخدام مخالبها، والجنود الغلابه يعني مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. سيلينا هنا بتستخدم قوه عينيها التنويميه عشان توقف كي، وده بيدي الجنود فرصه انهم يهربوا، لكن عشان يوقفوا حاجه بالحجم ده بسرعه بيستنزف طاقتها كلها. فكي بتستغل الفرصه وبتهاجم سيلينا، لكن كريستينا بتقف قدامها وبتقطع اصابع كي، لكن لسوء الحظ بتقدر تجددهم فورا. فكريستينا بتستدعي القوه الحقيقيه لسيفها وبتندفع ناحيه كي وبتقطع دراعها ومخالبها بكل دقه، وده بيخلي كي تغضب جدا فبتستدعي مئات العيون على جسمها عشان تستخدم السحر المظلم. كريستينا هنا بتتمكن من صد الهجوم، اما عن دولان فهو بيرسم دايره سحريه على الارض وبيقول للبنات انه هيهتم بالباقي. كريستينا هنا بتثق فيه وبتبعد، واوليفيا بتلاحظ ان دولان رسم دايرتين سحريتين على الارض، واحده للهجوم وواحده للوقايه والدفاع. دولان هنا بيفعل تعويذه السحريه وبيحبس كي داخل الحاجز، بعدها بيطلع عليها سهام سحريه فجسم كي هنا بيتحلل بسبب الهجوم. بعد كده الحاجز بيتقلص وبينفجر وبيختفي اي اثر ليها تماما. وفي اليوم اللي بعده دولان وسيلينا بيبقوا في قصر اوليفيا، وهناك دولان بيبدا يعلم سيلينا عشان لازم تقدم امتحان كتابي عشان تحصل على اوراقها الرسميه. سيلينا هنا بتعتذر لدولان لانها جابتهم هنا واتحبسوا في القصر بسبب عينها اللي استخدمتها في الليله اللي فاتت. فدولان هنا بيطمنها وبيقول لها ان الموضوع مش كبير، وبيبداوا يشربوا الشاي مع بعض. وبعد شويه كريستينا بتوصل عشان تطمن على تقدم سيلينا، ويعديش وقت طويل لحد ما اوليفيا والمستشار بيوصلوا. بعد كده المستشار بيعتذر لسيلينا ودولان عشان دخلهم في الحكايه دي مع كي. هنا سيلينا بتكون محرجه شويه فبيطمنوه وبيقولوا له انهم مش زعلانين لان كل شيء انتهى بشكل جيد بفضل المعلومات والترياق اللي قدموه لهم قبل كده. بعد كده المستشار بيجي وبيدي لسيلينا اوراقها الرسميه اللي بتسمح ليها تقعد في القريه من غير ما تحتاج تقدم ورق الامتحان. سيلينا بتسمع هنا الخبر ده وبتكون مبسوطه جدا. بعد كده اوليفيا بتاخد دولان عشان يقابل واحد اسمه دينزل اللي هو ابن العجوز اللي كانت عايشه في القريه. دينزل ودولان بيسترجعوا ذكريات قديمه مع بعض، وبعد كده سيلينا بتعرف نفسها ليه. فدينزل بيقول لها ان والدته كانت بتكتب عنها في رسائلها، فده بيخليه يعرف عنها شويه. بعد كده دينزل بيعرض على سيلينا انها تتجول في المدينه، فسيلينا هنا بتقبل العرض بكل سرور. لكن خلال الجوله دي سيلينا هنا بتستوعب الحقيقه القاسيه، وهي ان الناس كلها بدات تخاف منها لما حاولت تساعد الولد الصغير في السوق. فدولان بيجي هنا عشان يواسيها، وسيلينا بتقول له انهم المفروض يشتروا هدايا لكل الناس في القريه ويرجعوا هناك دلوقتي. بعد كده دولان وسيلينا كانوا على وشك مغادره المدينه عشان يرجعوا للقريه، وفي اللحظه دي دينزل واوليفيا بيتبادلوا نظرات مع بعض. فدينزل بيعرض على دولان انه ينضم للاكاديميه، وقال انه سمع عن قوه سحره الاستثنائيه وانه ممكن يطورها هناك. لكن دولان بيرد عليه وبيقول له انه مش هيقدر يسيب القريه في الوقت الحالي لانه مشغول بيها. وفجاه اوليفيا بتمشي ناحيه دولان وبتهمس له وبتقول له انها حاسه ان روحه مختلفه عن باقي الناس، وبتقول له انه لو عايز يستخدم قوته لمساعده الناس لازم يجي ويزود معرفته في الاكاديميه دي. دينزل كمان بياكد عليه وبيقول له انت لو اتعلمت اكتر هيقدر يحمي القريه بشكل افضل. فدولان بيرد هنا وبيقول انه هيفكر في العرض ده، وسيلينا بيبدا يبان عليها الحزن هنا وبتفكر انه ممكن يتركها ويروح لمكان بعيد. بعد شويه دولان وكريستينا بيضربوا اطفال القريه، وسيلينا وبالين قاعدين بيتفرجوا عليهم من بعيد. فجاه سيلينا بتفتكر العرض اللي اتعرض على دولان عشان يخش الاكاديميه، وبتقلق انه ممكن يسيبها ويمشي. وهي بتكون سرحانه ولسه بتفكر في الموضوع بيجي الاطفال اللي في القريه ويبداوا يلعبوا بديلها، وهي هنا بتبدا تجري وراهم وتلعب معاهم. دولان هنا بيقول ان سيلينا بقت جزء مهم من القريه دلوقتي، وبيتمنى الامور دي تفضل زي ما هي. في اللحظه دي كريستينا بتروح لدولان وهي باين عليها تعبانه قوي، وبتطلب منه يروح معاها لاستكشاف
لاستكشاف الغابة، وبيتوضح له ان هناك في وحوش كتير مفترسة وانها عايزة تجرب مهاراتها ضدهم. دولان هنا بيقول لها انه مش المفروض انها تدخل الغابة من غير سبب قوي، لكن كريستينا بترد عليه وبتقول له ان واحد من اهل القرية قال لها انه مش قادر ياخد خنازيره للغابة بسبب الوحوش، فهي عرضت عليه انها تبقى حارسة للخنازير دي لان ده حقها كمساعدة للقرية. دولان هنا بياخد نفسه كده وبيفكر مع نفسه وبيقول ليه كريستينا مستعدة تدخل الغابة وتعرض نفسها للحراسة عشان مجرد خنازير، لكن في النهاية بيقرر انه يروح معاها. وبعد شوية في قطيع كامل من الخنازير دخل الغابة، وكان دولان وكريستينا وبالن وبعض الفرسان حامينهم. سيلينا هنا كانت بتتفرج على الفرسان اللي لابسين دروع تقيلة، ودولان بيشرح لها ان في الفترة الأخيرة دي تم رصد بعض الوحوش الغريبة في الغابة، عشان كده لازم ياخدوا احتياطات إضافية. ووصلوا أخيرا لمنطقة الراعي، وأثناء دولان والبنات بقوا ورا عشان يراقبوا الخنازير، بالن هنا جه وقاد رجاله لدوريات في المنطقة. ففي واحد من الخنازير ضل طريقه ودخل بين الأشجار، فجرى الفارس السمين ده وراه عشان يجيبه، لكن في لحظة مفاجأة الخنزير المصاب ده طار ناحيته، واللي رماه كان نمر قوي. الفارس هنا أصابه الرعب واتبول في بنطلونه قدام الوحش القوي ده، واللي فكر انه خنزير تاني فراح يهاجمه. لحسن حظه بالن هنا وصل في الوقت المناسب وضرب راس النمر ده بالمطرقه الضخمه بتاعته، وحذر الجندي بسخريه وقال له انه لازم يكون اكثر حذر في المرات الجايه. بعدها بالن بيفشل في ملاحظه نمله سوداء عملاقه كانت بتزحف وراه، والنمله الوحشيه دي هاجمته وكان واضح انها اقوى من بالن في اللحظه دي. دولان والبنات هنا سمعوا صراخ بالن وطلعوا يجروا بسرعه ناحيته، لكن لما وصلوا للاسف لقوه بالفعل تم هزيمته على ايد النمله العملاقه دي. فمفيش وقت كتير والنمله دي نطت ناحيه دولان، لكن دولان هنا بيضرب كره طاقه على النمله وبيصيبها. فكريستينا بتساله ايه نوع الوحش ده، فدولان بيقول لها انه مش وحش وان ده شيطان من العالم السفلي، وان ده مجرد جندي منخفض في الرتبه لكنه مش اقوى حاجه، بس يعتبر لسه قوي جدا عشان المحاربين يقدروا يتعاملوا معاه. فكريستينا بتساله تاني وبتقول له هو ازاي يعرف كل الحاجات دي عن الشياطين، فدولان بيرد عليها وبيقول لها انه قرا قبل كده عنهم في كتب العجوز. بعد كده بيقول لكريستينا انه هيقبض على الوحش وهي لازم تستخدم الفرصه دي عشان تقتله. كريستينا هنا بتوافق وبتجري قدامه، اما دولان هنا بيضرب النمله الشيطانيه دي بهجوم سحري عشان يضعفها، وكريستينا بتستخدم الفرصه دي وبتقطع راس النمله، وهي هنا لسه مش مصدقه انها قتلت شيطان. وبعد كده دولان بيطلب منها انها ما تقولش لاهل القريه عن الشيطان ده. وبالليل الكل اجتمع في بيت زعيم القريه، واللي رجع من بيت بالن بعد ما اطمئن عليه، وقال للكل ان بالن لسه فاقد وعيه لكن حياته مش مهدده الحمد لله. هنا بقى اهل القريه كانوا بيتناقشوا عن الوحش المجهول اللي كان قوي لدرجه انه هزم قائد جنود القريه. فوصلت العجوز هنا مع اخبار ساره وقالت ان بالن رجع لحواسه وهيبقى بخير قريب، ولكن هي هنا حتى قدرت تحس انه اتصاب على ايد وحش اقوى حتى من النمر. فدولان بيقول ان في حاجه غلط بتحصل في الغابه وبيتطوع علشان يحقق في الموضوع، لكن العجوز بتقول له انه لازم يعيشوا في تناغم مع الطبيعه مهما كان ايه اللي هيواجههم، وهي بتحاول هنا تقنعهم ان الوحش اللي هجم على بالن هو جزء من الطبيعه وهو بيهاجمهم لانهم كانوا بيخترقوا المنطقه بتاعته. دولان هنا بيقول انه لازم يحقق في المشكله على الاقل لان ممكن تبقى اكبر في المستقبل. فالعجوز هنا بتوافق انها تبعته للغابه لكن بشرط انه ياخد معاه حد. فكريستينا هنا بتتطوع انها ترافقه بالدور ده، لكن زعيم القريه بيرفض وبيقول انهم مش هيقدروا يغامروا بحياتها عشان لو حصل لها حاجه مش هيقدروا يواجهوا مدير الاكاديميه اللي هو حطها تحت رعايته. فسيلينا هنا بتكون مستنيه الفرصه دي وبتقول على طول انها تروح مع دولان وانه مش هيقدر يرفضها بعد ما يشوف العزيمه والاصرار اللي في عينها. في اليوم اللي بعده دولان وسيلينا جهزوا شنطهم وراحوا على الغابه، واندهشوا لما لقوا كريستينا منتظراهم هناك لانها مش من النوع اللي بيقعد ساكت. فدولان بيسالها ليه هي هنا مع ان زعيم القريه رفض يبعتها، فهي بترد عليه وبتقول له انها بتحب القريه وعلشان كده عايزه تحميها من التهديدات. وفجاه بيلاقوا مجموعتهم بتواجه بعض وحوش العناكب العملاقه، وفي لحظه وهم بيهزموا العناكب دي بيظهر وحش تاني هناك. فكريستينا هنا كانت مستعده للقتال لوحدها، لكن سيلينا حلت المشكله من غير عنف لما عرضت على القرد اللي بقرنين تفاحه. كريستينا هنا كانت مصدومه بتتساءل ازاي سيلينا قدرت تعمل كده، لكن لما بصت ناحيه دولان لقت ان اطفال القرود بيتسلقوها كأنه زي الشجره بتاعتهم، فقرروا ياخدوا استراحه للغدا ويشاركوا اكلهم مع عائله القرود دي. كريستينا هنا سالت سيلينا اذا كانت هي مش خايفه من الوحوش، فبترد عليها سيلينا وبتقول لها ان هي اصلا نفسها وحش. بعد كده طلبت من كريستينا انها تجرب تاكل القرود دي، ولما بتاكلهم كريستينا بتلاقيهم انهم لطاف. دولان فهم ان القرود دي وكمان العناكب اللي قتلوها قبل كده اضطروا يخرجوا من منطقتهم بسبب وحش قوي، وهم بياكلوا دولان كان بيفكر في الوحش اللي هاجمهم. وفجاه سيلينا بتعلق وبتقول ان كريستينا شكلها رشيق حتى وهي بتاكل شريحه خبز بسيطه. فدولان بيوافق على كلامها وبيقول ان كريستينا انيقه ورشيقه، والكلام ده بيخلي كريستينا وشها يحمر من كتر الكسوف. سيلينا هنا بتحس بعقده النقص على طول وبتسال كريستينا انها تشاركها سر جاذبيتها عشان تستخدمه وتقدر تلاقي زوج كويس ليها. فدولان بيقول لها انها مش محتاجه تعمل كده خالص لانها اصلا جميله من غير اي حاجه. فسيلينا هنا وشها بيحمر لما بتفكر ان دولان ممكن يكون يعني ياخدها زوجة ليه. طبعا هنا سيلينا بتبقى سرحانه في خيالها بحياتها الزوجيه السعيده مع دولان، وكريستينا ودولان حسوا بوجود وحش شيطاني قريب، وفجاه بتتحدف كره ناحيتهم وجواها كان في جنيه فاقده للوعي، وبعدها على طول ظهر نمله شيطانيه تانية. فدولان اندفع تجاهها فورا وهو بيوجه سيلينا وبيقول لها انها تاخد القرود دي لبر الامان.
كريستينا هنا راحت معاه عشان تدعمه، وهما الاتنين مع بعض قدروا يخلصوا على النمله الشيطانيه دي. لكن دولان حس ان في كتير منهم جايين، والنمل الشيطاني كان منتشر حواليهم، بس في اتنين بيجروا ناحيه سيلينا، فدولان بيخلص عليهم باسهم الطاقه بتاعته، وكريستينا جريت عشان تقضي على باقي الوحوش. في الاتجاه ده في نمله شيطانيه تانية هجمت على دولان، بيكون في نمله مستخبيه ورا صاحبتها واللي قررت تنط لقدام عشان تهجم على دولان. فدولان هنا بيطعن النمله اللي في الارض وبيحاول ايده تنين وبيخلص على النمله اللي في الجو. ومن الجهه التانية كريستينا خلصت على النمله الشيطانيه، لكن بعدين في واحده تانية هجمتها من ورا وهي ما قدرتش تتصرف في الوقت المناسب. لكن لحسن الحظ سيلينا هنا استخدمت سحرها علشان تقضي عليها. بعد كده راحوا يصحوا الجنيه وبيسالوها اذا كانت هي كويسه، فبتشكرهم على انقاذها، وبعدين قدمت نفسها وبتقول ان اسمها ماول، وقالت ان النمل الشيطاني كانوا بيجروا وراها طول الوقت ده. فدولان فهم ان في شخص اعلى منهم في السلطه هو اللي امرهم يعملوا كده. ماول هنا قالت لدولان والبنات انها محتاجه مساعدتهم، وفجاه حسوا كلهم انهم محاطين، لكن المره دي مش من الشياطين. فكريستينا كانت هتسحب لسه سيفها، لكن دولان بيوقفها وبيقول لها انه مش حاسس باي عداء من الكائنات اللي محيطه بيهم، بالعكس هم باين عليهم حزينين منهم مش اكتر. فقرر يحط سيفه على الارض، وكريستينا كمان عملت زيه. وفجاه ظهروا مجموعه من الجان في الغابه، وقائدهم نط على الارض وقال لماول انه هنا علشان ينقذها. الجو بدا يبقى غريب فجاه، فدولان والبنات كانوا حذرين جدا من الجنيات. ماول هنا راحت عند قائد الجنيات اللي اسمه جيو وقالت له انهم ناس طيبين وانقذوها. فدولان هنا بيكتشف انهم في غابه الجنيات، فبيبدا يطمن البنات انه مفيش اي حاجه يخافوا منها لانهم مش جايين هنا علشان يقتلوا، لكنه طلب منهم انهم يفضلوا وراه تحسبا لاي حاجه. جيو قائد الجنيات مشى تجاههم وشكرهم على انقاذ ماول، وهم هنا اتفاجئوا من ده لانهم ما كانوش متوقعين ردة فعل زي دي. لكن فجاه قال جيو ان الغابه دي هي ارضهم، وان الكائنات التانية مش مرحب بيهم هنا. فبيسالهم وبيقول لهم انتوا ليه جايين هنا؟ فدولان شرح له القصه والموقف بالكامل، وجيو بيقول له انه فاهم انهم ما كانوش عارفين انهم دخلوا ارض الجنيات، وانهم مشغولين في التحقيق، وانه مش هيتهمهم عشان كده، لكن طلب منهم يسيبوا الغابه فورا لان الاوضاع هنا مش كويسه دلوقتي. فدولان هنا بيساله بيقول له اذا كان هو بيتكلم عن الجنود الشياطين، فجيو انفعل وقال انه حتى دلوقتي هم في حرب مع الشياطين، وبدا يمشي. لكن فجاه كريستينا جرت ناحيته ومسكت جيو وبتساله عن حاله الحرب، فالجنيات اللي بيرموا اسهم وجهوا سهامهم ناحيتها بسبب تصرفها ده، لكن سيلينا بتتصرف وبتبعد عنه بسرعه. ورغم كده كريستينا استمرت في كلامها مع جيو وقالت له ان المنطقه دي كلها ممكن تتعرض لخطر من هجوم الشياطين، فلازم يوافقوا على مساعدتهم للجنيات. الجنيات هنا بيتفاجئوا من كلامها وشالوا من تفكيرهم انهم بيمثلوا خطر عليهم، وفوق كده شافوا دولان وفريقه في المعركه ففكروا انهم فعلا ممكن يساعدوهم. اما دولان هنا بقى كان بيجمع المعلومات اللي اخدها من جيو، فبيكتشف ان في بوابه لعالم الشياطين لازم تكون موجوده في مكان ما في الغابه، وهو متاكد انها مش مفتوحه بالكامل لحد دلوقتي، لان لو كانت مفتوحه بالكامل كان هيبقى في عدد كبير من جنود الشياطين في الغابه. فبيقرر انه يدمر البوابه دي قبل ما تتفتح بالكامل، حتى وان كان كل ده هيتطلب منه ان يكشف عن هويته كتنين ويتعرض للطرد من قريته. دولان هنا بيتقرب من جيو وبيطلب منه ان يسمح ليهم بالقتال جنبهم حتى لو ده معناه انه هيخترق القوانين. جيو ما كانش متأكد في البداية، لكن بعد كده بتيجي أخته الصغيرة فيه وبتقول له إن حياة شعبهم أهم بكتير من القوانين اللي حطها واحد مجنون من آلاف السنين. باقي الجنيات كمان كانوا واثقين في دولان وفريقه. جيو هنا كان على وشك إنه يسلم على دولان، لكن فجأة في عمود من الطاقة المظلمة ارتفع وسط الغابة وأدى لزلزال قوي جدا، وفي الوقت ده الكل كان متحير وخايف. فدولان كان الشخص الوحيد اللي فاهم إن بوابة عالم الشياطين اتفتحت بالكامل، فقرر الجنيات إنهم يرجعوا للقرية. ودولان هنا بيستخدم تعويذة الريح عشان يعزز سرعتهم. وفي الطريق في 3 من فرسان الشياطين ظهروا من البوابة، ومهمتهم هنا هي تمهيد الطريق لملكهم عشان يغزوا الأرض عشان يقدر ياخد كنز كبير قوي. وهم طبعا هنا بيكونوا متحمسين جدا للمهمة دي، لكن في واحد من صحابهم لسه مش موجود، فبيقرروا يعدوا الوقت دي بلعبة صغيرة. فبتقول مصاصة الدماء دي إنها قادرة على شم ريحة الجنيات، فقررت انهم يحاولوا يلاقوهم، وقالت ان اي حد يلاقيهم يقدر يقتلهم باي طريقه يحبها. الشيطان اللي نصه سحليه ونصه انسان ده وافق على العرض بكل سرور، اما الشيطان الكبير المدرع ده قال انه مش هيهدر وقته في اللعب ده، وقرر انه يفضل مخلص لمهمته. هنا اصحابه سموه انه حامل الهم، واندفع بقى هنا الشيطان النص سحليه ده للبحث عن الجنيات. مفيش وقت كتير الا وبيلاقي نفسه وهو بيواجه فرسان الجنيات اللي كانوا بيكافحوا مع النمل الشيطاني، وبيجوا بيقدم نفسه كفرسان الشيطان جورج، وبيقول انه افضل مستخدم رمح في عالم الشياطين، وبيقوم عالن الحرب على الجنيات، وبيرفع ايده وبيحولها لشكل رمح قوي. لكن لما بتحاول الجنيات تطلق الاسهم عليه بتفشل سهامهم في اختراق درعه بسبب قوه سمكه، فبيبدا يهاجم الحصن اللي هم عاملينه برمح دراعه، وبيقوم عامل فيه ثقب كبير جدا وبيفتخر بقوته. بعدها بيقوم ملاحظ جندي من الجنيات على الارض لوحده بعيد عن البقيه، فبيحاول يهاجمه، ولكن فجاه بتتشابك بعض الفروع اللي بتشوك والقويه عشان تأيده. فبيحاول جورج هنا يحرر نفسه منها، لكن بيعجز ومش بيقدر، وكل ده لان الساحره ديادورا هي اللي بتتحكم في الفروع دي وبتتمتع بخبره عاليه جدا في التعامل معاها.
معاها. وفي الضفه الثانيه دولان وفريقه لازم يهاجموا مجموعه من الشياطين النمل اللي في طريقهم. الجنود هنا بيضربوهم بالاسهم، فدولان هنا بيستخدم تعويذه قويه علشان ينزل امطار من الاسهم السحريه بتاعته عشان يقضي على عشرات منهم بضربه واحده. في الوقت ده سيلينا هنا بتقدر توقفهم بعينها السحريه، وجيو بيفتح طريق مختصر للقريه وبيخلي الجنود تمشي فيه، وبيقول لفريق دولان انه يجوا بسرعه هم كمان، لكنهم رفضوا وقرروا انهم يتعاملوا مع الشياطين دول الاول. دولان هنا بيدي البنات احجار سحريه لقاها في المستنقع من زمان، وباستخدام قوتهم بيستعملوا تعويذات سحريه من الرياح والارض علشان يدمروا العديد من الشياطين دفعه واحده. دولان هنا بيكمل المهمه بتاعته باستخدام تعويذه انفجار قويه، وبعد كده بينضموا لجيو وباقي الناس في الطريق اللي عمله. بنرجع للقريه وبنلاقي ديادورا ماسكه جورج وبتقول له انه مش هيتغفر له عن خطاياه ضد المخلوقات والناس في الغابه دي، فبيضحك وبيقول ان الضعف هو الخطيه الوحيده وانهم ماتوا عشان كانوا ضعاف. فديادورا بتقول له ان هو كمان ضعيف ودلوقتي هيموت هو كمان، وهي بتخلص عليه بضربه واحده. فجاه بتلاقي عنقود الورد بتاعها بدا يتفتت لما ظهرت الفامباير الحقيره دي، وهي بتقول لجورج انه كان مستعجل وغبي عشان كده هي جت تدور عليه، وبتقدم نفسها ليها وبتقول لها ان اسمها ريفليشيا وان ديادورا قويه جدا بس مش هتقدر تهزمها. ديادورا هنا قررت تظهر قوتها بالكامل وتستدعي ارواح الزهور بتاعتها، لكن الارواح للاسف ما لبتش ندائها، وهي هنا بدات تحس بالخوف وبتتسائل ايه اللي بيحصل. وبعد كده بنلاقي ريفليشيا بترمي شويه زهور في الهواء وبتقول لها انها خلاص قضت على كل الارواح دي، وبتقول لها انها قتلتهم واحد ورا التاني، وان الارواح كانوا بيصرخوا من شده الالم وبيطلبوا منها المساعده. ده خلى ديادورا هنا تنفجر من شده الغضب وتقول ان الارواح الزهور دي كانوا اصحابها، فبتروح عليها ديادورا وبتهاجمها، لكن ريفليشيا عملت حاجز حواليها ووقفت الهجوم ده، فالفروع الشوكيه دي بدات تتعفن وتتفكك. وريفليشيا بتقول لها انها هي كمان روح زهره، لكنها زهره من عالم الشياطين اللي بتتغذى على الدماء والارواح، فبتبدا تنشر هالاتها المظلمه حوالين المكان. وعنقود الورد الضخم ده اللي كانت ديادورا واقفه عليه بيتفتت، فبتنط ديادورا بعيد عشان تهرب، وفي نفس الوقت بتهاجم ريفليشيا واللي بتقول لها ان ده ملوش فايده، فبتدمر العنقود بكل سهوله. لكن كان في عنقود تاني مستخبي وراها واللي اتمكن من اصابتها بشكل مميز. ريفليشيا هنا انفجرت من الغضب وقالت انها مش هتسمح بان وشها يتجرح كده، ووعدت بقتل ساحره الورد ديادورا، فبترد عليها ديادورا بنفس الشعور، وهما الاثنين بداوا يبصوا في وش بعض بتركيز جدا. لكن بعد كده جورج بيجي وبيقول لهم اللي هو كمان موجود هنا في المكان، وبدا يهجم على ديادورا وكسر جدارها اللي من الفروع السميكه. وريفليشيا استخدمت الفرصه دي عشان تهاجمها، فديادورا حاولت تتفادى الهجوم ده، لكن ريفليشيا قدرت انها تضربها. ديادورا لاحظت هنا ان اصابها حروق شديده من ضربه ريفليشيا، والطاقه بتاعتها بتخرج منها باستمرار، وبدات تخاف انها تموت بالطريقه دي، وهي مش عايزه تموت لحد ما تنتقم لاصحابها، لكن باين كده ان ده مستحيل خلاص. وفي اتنين من فرسان الشياطين بيجروا ناحيتها عشان يهاجموا عليها. ديادورا هنا خلاص استسلمت لقدرها، لكن في اللحظه دي في جسم لامع بيقع من السماء، واللي بيقع بالضبط عند مكان الشياطين الاثنين، واللي اتحركوا بسرعه على الجنب وبيسالوا هو ايه اللي حصل ده. هنا ديادورا حتى هي بتسال نفس السؤال. النور فجاه بيتلاشى وبيظهر منه دولان، واللي صدم الجميع لانهم ما كانوش متوقعين ان انسان يشارك في المعركه بالطريقه دي. دولان هنا بيلف عشان يساعد ديادورا، فجورج بيستغل الفرصه دي وبيحول ايده الرمح ويحاول يهاجمه، لكن فجاه كريستينا بتظهر هناك وبتوقف الهجمه بتاعته. فدولان بيحاول يستغل الفرصه دي عشان يضرب جورج، لكن جورج قدر يتحرك بسرعه وتعرض لجرح بسيط. فجاه ريفليشيا ظهرت ورا دولان وهجمت عليه، لكن سهم من اسهم جنود الاجزام ضربها وبعدها عنه. بس هي هنا بتقدر تمسك السهم وبتكون متضايقه جدا لان مش عارفه ازاي حد اتجرأ يضربها. دولان هنا قرر ينهي القتال بسرعه، لكن بعدها الارض اتهزت مره تانية وفي عمود من طاقه السحر طلع من البوابه. بتضحك ريفليشيا لان اقوى عضو في مجموعتهم اخيرا وصل، بس جورج كان عايز يخلص على البشر دول قبل ما هو يوصل، لكن فجاه لقى نفسه مش قادر يتحرك بسبب قوه سيلينا، وهي نازله من على السلالم بتستدعي افعى ام 7 رؤوس عشان تهجم على جورج. فبدات ريفليشيا تجري عشان تخلص على سيلينا، لكن دولان بيستخدم تعويذه انفجاريه قويه وبيرميها في الهواء. بعد كده ديادورا بتضربها على الارض بفرع من فروعها الورديه، وفي نفس الوقت هنا سيلينا بتكون رابطه جورج بتعبينها السحريه، ودولان بيجهز تعويذه ناريه قويه عشان يخلص عليه. بس فجاه حس بعدو قوي تاني بيهاجم القريه، فبيغير هدف التعويذه وبيخليها عليه. وبعد انفجار الدخان الضخم ده بيظهر فارس شيطاني ضخم وبيكون اسمه جيرين، وبيظهر فجاه جنب سيلينا وبيقول لها ان سيده عايزها وانها ما تقدرش ترفض ده. سيلينا هنا كانت خايفه منه جدا، وده خلى قبضتها على جورج تضعف. جورج هنا استغل الفرصه دي وقطع سلاسل التعبين السحريه اللي كانت ماسكاه، وبعدين قال لجيرين ان البنت اللاميه دي فارسته هو، وبيرجع جورج يهاجم سيلينا. فدولان بيجري هنا عشان يساعدها، لكن كريستينا كانت اسرع منه واعترضت هجوم جورج. جورج هنا اعجب بقوتها وقال انها اكيد سوبر هيومن، وقال ان المتعه الحقيقيه تبقى اكبر لما يخش معاه في قتال. فبترد كريستينا وبتقول له استمتع بموتك على ايدي. بعد كده كريستينا بتستدعي قوه سيفها السحري وبسرعه بتتسلق على ظهر جورج وبتطعنه، فهو بيتعصب جدا، لكنها ما تدهوش فرصه وبتهاجمه مره تانية. وفي نفس الوقت سيلينا بتستخدم قوتها السحريه عشان تستدعي ايد صخريه تقوم ماسكه بيها جيرين، وبتقول لدولان سيب الحلوف ده عليا انا، فبتضربه بتعويذه سحريه جامده لكنه مش بيتاثر خالص. فحاولت تستخدم تعويذه الافعى السباعيه مره تانية، لكن جيرين بكل بروده بيقول لها دي مجرد مساج. سيلينا هنا بتحاول تبذل اقصى جهدها والصراع بينهم لسه ما خلصش. جيرين هنا بيقول لها بكل برود ما تجمدي شويه يا بت،
وبعدها بيقول لها انها مش مؤهله انها تكون في ساحه المعركه لانها مش مستعده للقتال، فبيقطع التعابين السحريه دي بفاسه الضخم وبيهاجمها، لكن دولان بيتدخل بسرعه وبيصد ضربته وبيشحن ايده بالسحر وبيقوم ضارب بيها جيرين لكمه قويه. جيرين هنا كان مندهش من قوه دولان وقال بكل ثقه ان المعركه دي خلاص انتهت، لكن فجاه اخر فارس شيطاني نزل للمكان. دولان هنا لاحظ على الفور ان ده خصم قوي جدا، فجيرين تراجع وخلى الفارس الجديد ده هو اللي يقود المعركه. دولان هنا لاحظ ان في حاجه مختلفه في الفارس ده، وكان واضح انه مش مجرد شيطان همجي بيستمتع بإيذاء الاخرين لمجرد المتعه، لكنه كان اشبه بمدمن معارك. الفارس الجديد اللي نزل ده بيحب القتال ضد خصوم اقوياء، وده بيخليه يركز على دولان كهدف ليه. فالفارس الرابع بيقول لدولان انت فعلا قوي عشان قدرت تجرح واحد من زميلي، وبعدها بيقوم ساحب سيوفه الضخمه وبيقول له بحماس انه هيستمتع بالمعركه دي لاقصى درجه. دولان هنا بيندفع تجاهه وبيشتبك معاه بالسيوف. هنا الشيطان بيعجب جدا بقوه دولان وبيقول له انت بتفكرني بشخص تاني لكن مستحيل تكونوا قريبين من بعض. بعدها الشيطان بيبدا يهاجم دولان بسيفه، لكن دولان هنا بيصد الهجوم باستخدام مهاراته التنينيه. فالشيطان اتصدم لما شاف مهارات دولان وقال له بدهشه ازاي ده ممكن يحصل. دولان هنا عرف ان الشيطان ده لاحظ الحيله بتاعته فراح يهاجمه بسرعه من غير ما يديله فرصه انه يعيد نفسه. فالشيطان هنا حاول يعمل هجوم مرتد، لكن دولان بيستخدم تعويذه الانفجار عن قرب، ومع كده الشيطان برضه عرف ينجو من الانفجار ده. فدولان بيرد عليه وبيقول له كنت حاسس من البدايه انك مختلف عن باقي الشياطين لانك متفوق عليهم بشكل كبير جدا. الشيطان هنا انبهر بقدره دولان على استنتاج كل ده من شجار بسيط بينهم، وبيقول له انا عارف انك كمان بتخبي اسرار بس انا بفضل اتكلم بالسلاح بدل الكلمات. فدولان هنا بيستوعب انه مش ممكن يهزم الشيطان وهو في هيئته البشريه، لكنه قلق انه يتحول لتنين لان قوته ساعتها ممكن تدمر قريه الجنيات كلها. فجاه بيندفع الشيطان ناحيته بهجمات عشوائيه عنيفه وبينجح انه يزق دولان لورا، لكن دولان هنا بيستغل فرصه للهجوم المضاد، بس للاسف ضربته كانت سطحيه. فالشيطان ضحك وقال له ده يوم حظي لان اخيرا هقدر اقاتل خصم قوي زيك. وهنا بدا الشيطان يشحن الطاقه بتاعته وفجاه تظهر ريفليشيا وجورج فوق دولان وبيقولوا له احنا كمان لسه في القتال. سيلينا وكريستين هنا بيحاولوا يساعدوا دولان، لكن جيرين كان بيمنع طريقهم. ريفليشيا وجورج بداوا يهاجموا هجوم مشترك على دولان، لكنه في اللحظه دي بيستدعي جناحه التنين فورا وبيعامل عاصفه قويه جدا من الرياح اللي وقفت هجماتهم كلهم. بعدها بيرمي عليهم رصاصه سحريه بتوقعهم كلهم في الارض. في الوقت ده كان الشيطان الرابع انتهى من شحن قوته وبيقوم ضارب سيف من سيوفه في الارض وبيوجه الاثنين التانيين ناحيه السماء وبيبدا يقول تعويذه سحريه وبيقول لدولان اذا هو نجا من الهجوم ده هيعتبره عدو حقيقي. بعدها بيقوم ضارب ضربه قويه وصلت للسماء، لكن دولان هنا ما تاثرش واستخدم قوته عشان يضرب الهجوم من تحت. الشيطان هنا مات على نفسه من الضحك وبيقول له ما كنتش متوقع ابدا ان في شخص على الارض يقدر يفك هجوم زي ده. فبيرد عليه دولان وبيقول له انا مش بحارب عشان اسليك يا حلو انت. ومع كده تركيز دولان بدا ينصرف ناحيه البنات اللي بيواجهوا الشياطين التانيين. فالشيطان الرابع ده لاحظ ان دولان مش هيقدر يكمل القتال بكامل قوته بسبب الوضعيه دي وان قوته الحقيقيه ممكن تاذي اللي حواليه، فقرر انه يغير قواعد المعركه عشان يخليها افضل بالنسبه له. واعلن وقال للجان ان ليهم خيارين دلوقتي، اما انهم يقتلوا الشياطين ويفنوا او يستسلموا ويعيشوا تحت حكمهم. وقال انه هيجي لمهاجمه القريه دي مره تانية بعد 3 ايام، وخلال الوقت ده هم لازم ياخدوا قرارهم. وبعد كده بينادوا على اصحابه الثلاثه وبيقول لهم كفايه عراك النهارده. وقبل ما يمشوا جيرين هنا بيقول لسيلينا ان الرحمه تجاه العدو هي خطيئه اعظم من الهزيمه، في حين جورج بيقول لكريستينا انه مش هينسى الاهانه اللي اتعرض ليها على ايديها. وهو بيمشي بعيد شالت ريفليشيا نفسها على ظهره وقالت لديادورا في المره الجايه اللي هنلتقي فيها هعذبك لحد ما تتوصلي للموت. وهنا اقسمت ديادورا انها تنتقم لاصدقائها. اما بالنسبه لدولان والشيطان الرابع فوعد كل واحد فيهم التاني بان كل واحد يقاتل بكامل قوته من غير رحمه بعد 3 ايام. فالشيطان هنا بيضحك وهو بيطير بعيد مع اصدقائه وباين عليه انه عرف هويه دولان الحقيقيه. وهم لسه مختفيين على الانظار سيلينا بتجري على دولان وبتحضنه وكانت شويه وهتعيط وبتساله لو هو بخير، فبيرد عليها وبيقول لها انه تمام، وبعدين بيسالها لو هي كانت اتجرحت. فسيلينا بتقول له انها كويسه، وفجاه كريستينا بتظهر وقالت انها كمان ما حصلهاش حاجه رغم ان مفيش حد برضه سال عليها. هنا الاخت كريستينا حست بغيره شكلها كده. بعدها راحوا البيت كبير القريه ديو اللي كان مستنيهم مع اصحابه، ولما سمع عن المعركه شكر دولان والبنات على مساعدتهم للقريه. بعد كده عرفهم بنفسه وباصحابه فيليك المستهزئ وليسا العنكبوته. ديو قال ان الموضوع ده اكبر من ان القبيله بتاعتهم يقدروا يتعاملوا معاه لوحدهم، وعشان كده قرروا يطلبوا النصيحه والمساعده من المملكه. ففجاه ظهرت زعيمه الجنيات السيده اوليفيا عشان تمثل المملكه البشريه، ودولان والباقيين اتصدموا بوجودها. فكريستينا بتسال اوليفيا بتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبنعرف ان اوليفيا كانت عايشه في القريه دي من زمان، وقالت انها اول ما عرفت في مشكله في القريه جت فورا عشان تساعد. فكبير الجان قال انهم يقدروا يتكلموا ويعرفوا تفاصيل اكتر بعدين لان في حاجات اهم دلوقتي لازم يعملوها، وقال انهم مش هينتظروا المهله اللي الشياطين ادوها ليهم اللي هي مده 3 ايام، وانهم هيجمعوا اقوى محاربينهم بكره ويهاجموا بوابه الشياطين. دولان هنا اتقدم وقال للشيوخ انه موافق على فكرتهم وانه عايز يحارب جنب سكان الغابه
الغابه. فكبير الجان ديو بيقول انه مش هيطلب مساعده زياده من الغرباء، لكن المستذئب هنا كان ليه راي مختلف، وبيقول انهم شافوا قد ايه دولان واصحابه اقوياء جدا، وان قريتهم في وضع صعب حاليا. فكمل وقال انهم المفروض يكونوا هم اللي بيطلبوا من دولان انه يساعدهم، وطلب من الشيخ يعيد التفكير مره تانية. العنكبوت هنا بتوافقوا في الراي، وحتى اوليفيا حاولت تقنع ديو انه يثق في قدره دولان والبنات، وقالت له ان المملكه هتبعت جيشها عشان تدعم سكان الغابه، لكنهم محتاجين وقت عشان يوصلوا، ولازم يستخدموا كل الموارد المتاحه عشان يصمدوا لحد ما يجوا. بعد كل ده هنا ديو اقتنع وطلب من دولان والبنات انهم يساعدوهم. فدولان بيقول له هو والبنات انهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يحموا الغابه. فالبنات بيوافقوا، بس ديادورا ما كانتش مبسوطه بالترتيبات دي خالص. ومن ناحيه تانية جورجي وريفليشيا كانوا بيقتلوا الجنود بتوعهم من كتر الاحباط، لانهم ما قدروش يقضوا على اقسامهم في المعركه. فجيرين هنا بيحاول يوقفهم ويقول لهم انهم ما عندهمش جيش شياطين لا نهائي عشان يعملوا كده، لكنهم ما ادوش ليه اهتمام وكملوا اللي هم بيعملوه. جيرين هنا راح على جورج الرابع وطلب منه يتصرف، لكن جورج بيقول له سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، وقال انه شايف انهم عايشين حاله من الحماس الشديد بسبب المعركه اللي جايه، وان ده ممكن يكون كويس عشان يفرغوا احباطهم قبل القتال. جيرين قال انه كمان متحمس للقتال مع سيلينا رغم انها مش لسه ناضجه كفايه، لكن عندها الامكانيات اللي تخليها تتحداه. جورج هنا بيقول انه مش مهتم بكل ده غير بدولان، لانه من زمان جدا ما قابلش خصم قوي زيه، فبيحس ان دولان مش بس قوي جدا، لكن الهاله اللي حواليه بتكشف انه مش انسان عادي، لكنه كان اعظم شافه من زمان لما كان محارب في جيش اللورد الادلس. طبعا في وهمهم في اله خير وشر، فجورج هنا افتكر ان الحرب دي كانت طويله ووحشيه بين اله الخير واله الشر، وهو واصحابه كان من الناجحين القليلين في منطقتهم، ووقتها كانوا قلقانين على الالهه بتاعتهم اللي كانت بتحارب في الصفوف الاماميه. وفجاه شافوا تنين ابيض ضخم عدى من قدامهم، فواحد من الجنود قدامهم قال ان ميرل استدعت التنين ده عشان يساعدهم في المعركه، وجورج هنا كان واقف يتفرج عليه بانبهار. فدلوقتي هو فهم ان دولان هو نفس التنين اللي قضى على الشياطين في الماضي، وهو متحمس جدا انه يواجهه بكامل قوته المره الجايه. نرجع لقاره الجان هنا، ودولان بيروح يتكلم مع ديادورا، لكنها قالت له يسيبها في حالها لانها مش في المود دلوقتي، بس هو رد عليها وقال لها انه كان بس عايز يتاكد انها كويسه قبل المعركه، لكنها بتتعصب عليه وبتقول له انه ما يتدخلش في الحاجات اللي ملوش دعوه بيها. وفجاه اتفاجئت انه قرب منها وبيسالها عن الجرح اللي جالها في المعركه، فديادورا بتظهر ليه الجرح اللي كان خلاص هيبقى اسوأ ويتعفن في معدتها. فدولان هنا بيستخدم طاقه الحياه الخاصه بيه عشان يشفيها. ديادورا هنا اتصدمت وسالته اذا كان هو حتى بشري، فبيرد عليها وبيقول لها انه حاله استثنائيه شويه. بعد كده كله بيتجمع، بيبقوا قاعدين مع بعض بيتكلموا شويه، ولما بيجي وقت الاكل الكل بيبقى بياكل، وبيبان على دولان انه مبسوط بالاكل، لكنه بيلاحظ ان ايد سيلينا بترتعش لما بتيجي تشيل منه الصينيه بعد ما يخلص. بعد كده لما الكل كان بيحاول ينام، دولان صحى ولاحظ ان سيلينا مش في الارجوحه بتاعتها، ولقاها في البلكونه بتبص على النجوم ماسكه دبدوب. فراح لها هناك، فهي بتساله لو هو اصلا مش قادر ينام هو كمان، فقرر يكذب عليها ويقول انه مش قادر ينام، فخرج يشم شويه هوا شويه. سيلينا هنا بتحاول تطمنه وبتقول له انها لقت حاجه مميزه ولو شافها هيتحسن حالته. دولان هنا ما كانش متوقع كتير، لكن لما دخل البلكونه وشاف القمر بيشع من بين فروع شجره عملاقه وبينور القريه كان مدهوش جدا. فسيلينا بتقول له انها كمان سمع صوت خفيف بيخبط من وقت للتاني، فدولان بيقول لها ان ده ممكن يكون اصوات حدادين شغالين استعدادا للمعركه اللي هتحصل بكره. فجاه سيلينا بتبقى متوتره وبتقول له انها اسفه لانها وصفت صوت الحدادين ده بالكيوت. انا مش عارف ايه اللي دخل صوت شغل الحدادين بالكيوت، بس ماشي. دولان هنا قعد جنبها عشان يطمنها وقال لها انه لاحظ انها كانت متوتره جدا من بعد المعركه، وقال انه عارف انها مش متعوده على كونها محاربه زي ما بيقولوا، وانها لو كانت زي اللميه اللي كان بيسمع عنها ما كانش هيوصلها للقريه دي. وفجاه سيلينا بتفتكر لما كانت في المعركه وجيرين عرف يفك السحر بتاعها، فبتتوتر وبتخاف لانها بتعتقد ان قوتها خلاص بقت ضعيفه وما تنفعش. سيلينا بدا يحمر وشها من كتر الخجل لما قال لها كده، ودولان بيقول لها انها مش لازم تتغير عشان الناس تحبها لان هو بيحبها زي ما هي. سيلينا هنا بتتلخبط وبتقول له انها مش عارفه تقول ايه. بعدين دولان هنا بيديها تعويذه صغيره وبتخلي سيلينا تحس بكميات ضخمه من السحر اللي جاي من التميمه اللي هو اداها لها، وبتسال دولان بتقول له ايه دي، فبيقول لها ان دي تعويذه حظ صنعها مخصوص ليها، ومش بيقول لها هو عملها ازاي، لكنه قال انها معموله عشان تحميها وربطها في معصمها، وبيقول لها ان دي هتحميها في المعركه بكره. سيلينا هنا بتحس بتحسن لما بتسمع الكلام ده، واثناء ما كانوا بيبصوا لبعض كريستينا جت من وراهم ورمت عليهم بطانيه وقالت لهم انهم هيعيوا ويمرضوا لو قعدوا في البرد كده، وبعدين غارت منهم وقالت لهم انه مش من العدل انهم يكونوا في مكان بالمنظر الجميل ده لوحدهم. فدولان وسيلينا بيرحبوا بيها عشان تشاركهم البطانيه والمنظر الجميل ده. وفجاه سيلينا بتقوم وقالت انها لازم تحمي القريه دي مهما حصل، وانها مش هتتردد في المعركه الجايه. بعد كده سيلينا بتنام فبيغطيها دولان، وكريستينا هنا بتساله لو هو عنده فكره عن الاشخاص الخارقين. هنا هو بيتردد شويه وبعدين بيقول لها انه ما سمعش عنهم قبل كده، فكريستينا بتصدقه وبتسكت. ولما بيجي الصبح القوات المشتركه من سكان الغابه اتجمعت ويجيوا يتكلم معاهم بكلام حماسي، وكل المحاربين كانوا جاهزين عشان يحاربوا الشياطين، وسرعان ما بداوا يتحركوا عشان يدمروا البوابه. سكان الغابات هنا بيتكلفوا بكل بوابه واحده، وبعدها بيكون في قوه خاصه بقياده جيو هتضمن ان دولان واصحابه يوصلوا للبوابه الرئيسيه من غير ما يقاتلوا علشان يكونوا في افضل حاله. عربيتهم هنا بتقف فجاه وسط
الغابه، ودولان حاسس ان في شياطين قريبين منهم. فهنا سيلينا اول ما بتسمع الكلام ده بتنزل من العربيه على طول وبتقول لدولان وكريستينا انهم يكملوا، وهي هتساعد فريق جيو في صد الشياطين، وبتقول لهم انهم ما يلاقوش عليها عشان هي هتكون كويسه. فدولان بيوافق على عزيمتها وبيقول لها انها ما تضغطش على نفسها، والعربيه بقى بتبدا هنا تتحرك تاني. سيلينا بقى هنا بتبص على التميمه الوقائيه اللي اداها لها دولان، وبتقسم انها مش هتتردد في المره دي. وفي الوقت نفسه الشياطين كانوا جاهزين لهجوم سكان الغابه، وعلى الناحيه التانيه ريفليشيا كانت مستنيه حد يجي ليها. وفجاه ديادورا بتظهر هناك لوحدها وبتقول انها هتقتل ريفليشيا. فالشيطانه ريفليشيا هنا بتضحك وبتقول انها هتستمتع قوي وهي بتعذبها. في البوابه التانيه جيو وجنوده بيواجهوا جيرين، لكن سحرهم والسهام بتاعتهم ما كانش ليها تاثير قوي على الشيطان المدرع ده. فجاه سيلينا بتظهر وبتقول لكل الناس انهم يبعدوا، وفي نفس الوقت بتستخدم قوتها وبتكون بيها صخور في الهواء عشان تدمر بيها جيرين. بعدها بتتفاجئ بالنتيجه علشان ما كانتش قويه للدرجه دي قبل كده. الجن بتوعها بيتصدموا لما بيشوفوها عملت كده، وبيسالوها اذا كانت هي مش رايحه البوابه الرئيسيه مع الباقيين. فسيلينا بتقول لهم انها سابت البوابه الرئيسيه لدولان وكريستينا. وفي اللحظه دي جيرين هنا بيبعد الصخور كلها وبيطلع وبيقول لسيلينا ان سحرها قوي جدا. فسيلينا بتقول له انه هيندم على كل ده وهينتهي امره. في الوقت ده دولان وكريستينا لسه في طريقهم للبوابه الرئيسيه، وكريستينا قلقانه على سيلينا جدا. فدولان بيقول لها انه هيتعب كتير، لكن هو متاثر بعزيمتها على التحسن وعايز يشجعها. ومع الرغم انه بيطمن كريستينا وقال لها كده، بس كريستينا هنا لسه بتبقى قلقانه على سيلينا، فبتفكر انها ترجع وتدعمها. لكن دولان بيوقفها وبيشرح لها انه ادى لسيلينا التميمه السحريه عشان تساعدها، وبيطلب من كريستينا انها المره دي تثق فيها وبيطمنها شويه. لكن برضه مفيش فايده وبترجع كريستينا تقلق عليها تاني. فجاه السواق بيقول لهم انهم هيوصلوا للبوابه الصغيره الجايه واللي فيها جورج مشغول مع العناكب والذئاب. فكريستينا بتقول للسواق انه يهرب وهي هتخبط العربيه دي في الشيطان بقوه. بتقول لدولان انه يروح للبوابه الرئيسيه، وبعدها بتزود سرعه العربيه ناحيه جورج وبتعمل درافت في اللحظه الاخيره وبتخبط العربيه من غير ما تاذي الخيول. جورج بقى هنا بيبدا يخسر التوازن بتاعه، وبعدها كريستينا بتقوم ضرباه عشان يقع على الارض. البنت اللي وراها بتندهش من اللي هي عملته وبتقول لها انها عايزه تكمل معاها، لكن كريستينا بتقول لها انها تاخد اصحابها وتسيب ساحه المعركه دي من هنا. جورج هنا بيقوم وبيلف ناحيتها وبيقول لها انه كان مستني معركتهم دي من تاني. فكريستينا هنا بتفعل سيفها السحري عشان تهاجم جورج، وجورج هنا بدا يهاجمها، لكن هي اتفادت هجمته وقدرت تضربه ضربه قويه اللي كسرت شويه من الخوذه بتاعته. في الناحيه التانيه ريفليشيا تعبت من كتر ارسال النمل الشيطاني وراها، وقررت انها بقى تتعامل بجديه. فبتستدعي خيوط الاعشاب المخيفه اللي بتخرج من الارض وبتكون قبه حوالين المكان. ريفليشيا بقى هنا بتقول انهم يقدروا يقتلوا من غير تدخل اي حد. بعدها بتقوم جايه بتطلق ضباب اسود، وديادورا هنا بتحاول تطير الضباب ده بعاصفه قويه، لكن ريفليشيا هنا بتستخدم قوه ارواح الزهور اللي امتصتها ورمتها زي القنبله عليها. ديادورا هنا اتاثرت قوي من الضربه دي، بس نجحت في تجنب الهجمات الجايه من ريفليشيا، لكن للاسف لقت انها مش قادره تتعامل مع كل الهجمات دي في مره واحده. فريفليشيا هنا بتكمل هجوم وبتبدا تحلل خيوط ديادورا بالضباب الاسود بتاعها، والخسيسه هنا بتقول لها انها لازم تسليها اكتر، لكن ديادورا هنا بتقرر انها تبطل تتحمل القوه بتاعتها وبتستدعي خيوط مع ورود سودا عليها. تبدا هنا بقى هاله سوداء بتخرج من جسمها وبتقول لها انها ما كانتش عايزه تستخدم القوه دي تاني، لكن ريفليشيا اجبرتها على كده. هنا بقى ريفليشيا بتفهم ان القوه الحقيقيه لديادورا زي قوتها، وبتبقى متحمسه قوي لانهم دلوقتي يقدروا يتنافسوا على مين فيهم تقدر تمتص القوه الحياتيه بتاعت التانيه. هما الاثنين هنا بيبداوا يطلقوا ضباب اسود تجاه بعض، لكن ريفليشيا هنا بتكون الاقوى وابتدت تسيطر على ديادورا وبتحيطها بضباب اسود وبدات تمتص قوتها، وبتقول لها ان هي بس كلام من غير فعل بق يعني. فريفليشيا هنا ابتدت تستمتع بطعم سحر ديادورا، وديادورا بتقول لها استمتعي كويس لان ده اخر شيء هتستهلكيه. فجاه ريفليشيا بتحس بالم حاد في خدها، وبعدها في ورده سودا بتنمي فيه، فبتصرخ من شده الالم. بعدها بيبقى في خيوط كتيره بتنمي من جسمها وبدات تأيدها وتضغط عليها، وبتقعد تصرخ من شده الالم، وخيوط الورود دي بتبدا تخنقها. فديادورا هنا بتحس بالانتصار بقى وبتقول لها ان نتيجه المعركه دي كانت محسوبه من قبل ما هم حتى يقاتلوا، وشرحت لها ان في اليوم اللي فات لما ضربتها وقطعت خدها زرعت بذره ورده سودا صغيره جدا هناك، والبذره دي نمت في القتال ده بسبب امتصاص ريفليشيا للقوه بتاعت ديادورا. فريفليشيا هنا بتبدا تعيط وبتقول انها مش عايزه تموت، لكن ديادورا ما كانش عندها اي رحمه ليها وبتضغط عليها خيوط الورد بقوه وبتموتها. واول ما بتموت البنت دي بتختفي قبه الاعشاب اللي كانت حواليهم، لكن ديادورا في الوقت ده استهلكت قوه كبيره فبتقع على الارض. ولما بيحيط بيها النمل الشيطاني فكرت انها تموت، ولكن فجاه في سهام طاقه بتمطر من السماء واللي هزمت كل الشياطين في ضربه واحده. ديادورا هنا رفعت راسها علشان تشوف اللي بيحصل، ولدهشتها لقت دولان طاير في السماء مع اجنحه تنين طالع من جسمه، فبينزل على الارض وبيحط دايره سحر شفاء على ديادورا، وبعدها بيدمر بوابه الشياطين بسحر هجومي قوي. هنا ديادورا بتشكره علشان هو انقذ حياتها، وبعدين بتساله اذا كان هو فعلا مش انسان. فدولان بص على الاجنحه بتاعته وبعدين قال لها انه انسان، لكن في حياته السابقه كان تنين، عشان كده روحه لسه روح تنين. فديادورا هنا بتتفاجئ جدا انها شايفه حاجه
حاجه زي دي وحاولت تقف علشان تساعده، لكن هو هنا بيقول لها انه يقدر يخلص المعارك دي اسرع لو هو لوحده. فيودورا هنا بتستسلم وبتقول له انه يكون حذر، لانه لو فقد السيطره على قوته حتى لو لحظه ممكن يدمر الغابه كلها. فدولان بيطمنها بيقول لها ما تخافيش انا هكون حذر، وبعد كده بيطير بعيد. وفي ساحه المعركه الثانيه في الوقت اللي كان الجان بيمنعوا فيه جيرين، جيو وفيو بيهتموا بسيلينا اللي اتجرحت برمح من الشيطان ده. فسيلينا هنا بتبقى مش فاهمه ليه فيو متوتره لحد ما بتشوف ديلها وبتنصدم منه، فبيجي جيو بسرعه وبيشيل الرمح اللي في ديلها. هنا كانت سيلينا هتموت من شده الالم لحد ما الحجر السحري اللي دولان اداها لها اشتغل وشافها جرحها فورا. الجان هنا بيتفاجئوا من اللي بيحصل، وبعدها بيكتشفوا ان جيرين جاي ناحيتهم. ففيو قالت لسيلينا تجري بسرعه من غير ما تبص وراها، بس سيلينا هنا يا عيني مش عايزه تسيب الباقيين وتنجو لوحدها. وفي الوقت ده كريستينا كانت في معركه شرسه مع جورج، رغم انها اكتر مهاره منه وبتضربه ضربات مستمره، لكن ده ملوش فايده لانه الشيطان الاحمر ده بيتشافى بسرعه، وهو بيقول ان قوتها هنا زي ما كان متوقع انها سوبر هيومن. فكريستينا انفجرت من الغضب وبتقول له يعني ايه سوبر هيومن؟ فالشيطان بيضحك لما فهم ان البنت مش فاهمه معناها ايه، وقال لها ان السوبر هيومن دي نوع نادر من البشر، بيكون اقوى واذكى وافضل من البشر العاديين حتى، لكن الناس العاديه بيشوفوهم بالخوف والاشمئزاز، عشان كده مش بيبقوا قادرين انهم يقابلوهم. الكلام ده فكر كريستينا بذاكره مش عايزه تفتكرها، وبدات تغضب على جورج. فجورج بيقول لها ان السوبر هيومن قتلوا شياطين كتير والهه شر وحتى اقوى تنين. فكريستينا هنا بتتصدم من الكلام ده، وجورج هنا بيكرر وبيقول لها ان البطل اللي قتل اقوى تنين كان برضه سوبر هيومن. فجاه بتفتكر اغنيه قديمه عن التنين والبطل، بس لما سمعت التفاصيل عن السوبر هيومن في حاجه غريبه اتحركت جواها، وقوتها الكامنه اللي كانت فيها بتظهر فجاه. فبتجري سيلينا على جورج وبتضربه على دراعه ورجله من غير ما تواجه اي صعوبه. فجورج هنا لما بيلاحظ ان مفيش فرصه ليه في الفوز بيستسلم، وبيقول لها انه بيفكر في احساس التنين لما تم قتله على ايد البطل. هنا كريستينا قطعت راسه، وبعد ما اختفى جورج بدات تفكر في الاغنيه اللي بتقول ان البطل والتنين كانوا صحاب. فبدات تدرك هنا ان البطل ممكن يكون خان التنين وقتله، وان التنين هنا كان حاسس بالكراهيه ليه. وعلى الناحيه الثانيه دولان اخيرا وصل للبوابه الرئيسيه، بينما جورج كان بيستناه بفارغ الصبر. فجورج بيحنن ليه هنا وبيقول له من يوم ما شافه في الحرب كان نفسه يقاتل ضده. فدولان هنا بيساله اذا كان هو يعرف شكله الحقيقي وليه اصلا هو عايز يموت نفسه بانه يقتله. فالشيطان ده بيقول له انه مجرد مدمن معارك، وانه لقى دولان في جسم انسان دلوقتي، فبيقول انه ممكن يقدر يهزمه. وبيقول له دولان انه عارف انه مش هيقدر يستخدم قوته الكامله هنا في الغابه دي، وعرض عليه انهم يتحركوا لمملكه الشياطين عشان يقدر يستخدم قوته كامله من غير ما يضر حد من الغابه. فدولان هنا بيوافق على الاقتراح، ودخلوا مع بعض لمملكه الشياطين عشان يكملوا معركتهم. وبنرجع للناحيه الثانيه وبنلاقي فيه بتقول لسيلينا تاني انها تهرب وما تبصش وراها، وبعدها بتمشي وبتروح تقاتل جنب باقي الجنود من الجان. سيلينا يعني لسه بتبقى حيرانه ومرتبكه ومش عارفه تعمل ايه، وبتعترف انها كانت خايفه جدا، وفي الاخر هي ما قدرتش تضر عدوها، ورغم كده هي عايزه ترجع للمعركه، لكن للاسف الاشجار سد الطريق بتاعها، وبتحس ان جسمها مش بيتحرك زي ما هي عايزه. فبتبدا يعني تعيط وبتسال نفسها هي ايه اللي ممكن تعمله دلوقتي. بره بقى الجنود من الجن قاعدين بيدافعوا ضد جيرين. فيو هنا بيربط دراعه بالاغصان، ولما جيرين بيقدر يحرر ايده جيو هنا بيضرب سهم في مفصل دراعه المكشوف، وبيقوم جندي تاني بيضربه بهجوم صاعق لزياده الضرر عليه. فجيرين هنا بيقف ويقول لهم ان الهجمات دي مش هتقدر تدمره. وفجاه بنلاقي بطنه بتتحول ل6 مجسات حيه في نهايتها شوك. الكل هنا بيبقى مصدوم، وجيرين بيقول لهم انه يقدر يغير جسمه كله بارادته، وان دراعه والخوذه بتاعته جزء من جسمه برضه. هنا بقى بيهجم على الجنود بمخالب المجسدات دي. فسيلين هنا بتسمع صراخهم العالي وبتحاول تزحف ناحيتهم فورا، لكن لقت ان جسمها لسه فيه الم شديد، ولحسن الحظ بتقدر تتحرك. فبتبص على الحجر السحري اللي دولان اداها لها، وبتطلب منه انه يديها القوه عشان تحمي اصحابها من الاذى. جيرين هنا للاسف بيهزم كل الجان، وبيمسك جيو من راسه وبيساله اذا كان كل ده هو اللي قدر يعمله هو والناس بتوعه، وبيقوم راميه بعيد. لكن قبل ما يخلص عليه بالضربه القاضيه سيلين هنا بتيجي وبتربطه بسلاسل سحريه قويه، والكل بيتفاجئ لما بيشوفها. وجيرين هنا بيضحك وبيقول لها انها هتكون اكتر متعه في المعركه دي بدل الجن. فبيقوم قاطع السلسله وبيبعت مجسداته ناحيتها، لكن سيلين هنا بتستدعي تعويذه افعى سحريه عشان توقفها. فجيرين بيقرر يهاجمها مباشره، لكن هي بتستدعي قبضه عملاقه من الارض وبتضربه بعيد. وبعدين بتقول لفيو والباقي انهم يبعدوا عنها عشان دلوقتي هي مليانه بالطاقه بتاعتها ومش حاسه انها هتقدر توقف قوتها. فالجنود بيجروا بعيد. فجيرين هنا بيقوم تاني وبيطلق هالته الشيطانيه عشان يقاتل بكل قوته، وسيلينا بتستدعي مجموعه من الصخور عشان تدفنه، لكنه للاسف بيخرج منها بسهوله. فبتبدا تقول تعويذه قويه، وجيرين هنا بيجري عشان يهزمها قبل ما تكملها، لكن سيلينا كانت بتاخد طاقه ضخمه من الحجر السحري بتاع دولان، وده بيزود قوه عينها السحريه عشان تحجز الشيطان ده في مكانه لحد ما تخلص تعويذتها. وبتستدعي 5 تعابين وبترسلهم ناحيته عشان يهاجموه، لكنه بيفلت منهم وبيرجع تاني. لكن سيلينا هنا بتكون استخلصت اكتر قوه من الحجر السحري، وال5 تعابين اللي هي عملتهم بيندمجوا مع بعض وبيبقوا راس تنين عملاقه. جيرين هنا بيكون مصدوم تماما من اللي بيشوفه، فبتقوم راس التنين دي بتعضه وبتنهي حياته. في الناحيه التانيه ملك الشياطين ودولان بيستعدوا للقتال، وبيكونوا هما الاثنين
في عالم الشياطين. ودولان هنا بيحول ايده الشمال لشكل تنين وبيطلع اجنحه اضافيه عشان يقدر يستخدم قوته الكامله. وجورج هنا بيكون منبهر جدا وبيأكد على دولان باعتباره اقوى تنين، بيقول له انه متحمس جدا للمعركه دي، بس دولان بيرد عليه وبيقول له انه هيدفع ثمن التحدي ده وهيمسحه من الوجود. لكن جورج بيقول له لا انا اللي هكسب. فجورج بيهاجم الاول، لكن دولان هنا بيضطر انه يتراجع. بعدها الشيطان ده بيستدعي سحر البرق والارض وبيدمجهم في ضربه واحده قويه جدا، لكن دولان بيشيلها بكل سهوله. وفي نفس الوقت بنرجع تاني على السطح وبنلاقي ان سيلينا وكريستينا وديادورا اجتمعوا بعد ما هزموا اعدائهم، وبيقرروا يروحوا للبوابه الرئيسيه عشان يشوفوا اللي بيحصل. فبيلاقوا اوليفيا كانت موجوده هناك، ولما شافت المكان فاضي فهمت ان دولان راح لعالم الشياطين عشان يقاتل العدو الاخير، ولقت دايره سحريه على الارض ومعاها بلوره سحريه. ولما بيوصل قائد القبائل الثلاثه بتوع الغابه بتروح بسرعه تخبي البلوره دي. فاوليفيا هنا بتقول لهم ان دولان راح لعالم الشياطين عشان يواجه فارس الشياطين الاعظم. فاما العناكب هنا بتقترح انهم يدمروا البوابه في الفرصه دي عشان يضمنوا سلامه الغابه، لكن مستهزئ بالقبيله قال ان ده تصرف مش شريف. لكن العناكب هنا بترد وبتقول انها مستعده تعمل كده عشان خاطر شعبها. وبعد شويه سيلينا والباقيين بيصلوا عند البوابه وبيتصدموا لما عرفوا ان كل الشيوخ بيفكروا يضحوا بدولان عشان ينقذوا القريه، وقالوا ان لو دولان خسر هيبقى كلهم في خطر كبير. لكن سيلينا بكل ثقه بتقول ان دولان مستحيل يخسر، وكريستينا هنا بتوافقها الراي وبتقول ان احساسها بيقول لها ان دولان هيكسب. لكن للاسف الشيوخ ما كانوش مقتنعين بكده. لكن لما ديادورا وجيو برضه بييجوا ويقفوا جنب دولان وبيقولوا ان لو اتخلوا عنه انتصاراتهم مش هيبقى ليها اي معنى، فالشيوخ هنا اضطروا انهم يعيدوا التفكير. في عالم الشياطين دولان كان مسيطر على فارس الشياطين تماما، بينما فارس الشياطين ده حاول يقاوم بكل قوته وبيطلق ضربات سريعه متتاليه عليه، لكن دولان مع قوته بيقدر يتفاداهم كلهم. فبيطلق عليه الشيطان ده انفجار ظلام، لكن دولان هنا بيرد بنفسه التنيني وبيهزمه وبيسبب انفجار ضخم. لكن الشيطان كده بطريقه ما عرف ينجو وبيظهر ورا دولان عشان يهجم عليه فجاه، لكن دولان عرف يشوفه وبيقطع ايده واحده ورا الثانيه. واخيرا بيشق الفارس الشيطاني ده لنصين وبيقول له ان ده انتقام لكل سكان الغابه اللي فقدوا حياتهم بسببه. جورج هنا بيقول له انه مش ندمان على اي حاجه وان الموت على ايد تنين هو اعظم شرف ليه. وبعد الكلام ده كله بيقوم مختفي. لكن للاسف مشاكل دولان هنا لسه ما بتخلص، لان في شيطانه قويه شافته بعد ما استخدم قواها العظيمه دي وضحكت وقالت ان اله التنين ده لسه ما ماتش وانها تقدر تلعب معاه مره تانية. دولان هنا بيرجع للسطح من غير اي مشاكل اضافيه، وسيلينا بتجري عليه وبتحضنه. بعد كده بيدمروا بوابه الشياطين وبيرجعوا الغابه لطبيعتها، وبيحتفلوا الكل بانتصاراتهم بعد ما رجعوا للقريه، وبيعملوا بالليل احتفال كبير جدا. دولان هنا بقى كان بيستمتع بالمشروبات مع جوي وديادورا. ففيو بقى بتدخل هنا ومعاها سيلينا وكريستينا، فبينبسطوا كلهم مع بعض شويه. وبعدها بيطلب دولان من سيلينا انها ترقص معاه، وهنا هي وافقت وكانت مبسوطه جدا. وهما بقى بيرقصوا مع بعض. سيلينا بقى بتحكي له وبتقول له هي ازاي بقى كانت هتهرب من المعركه، وبعد كده لما مسكت الحجر السحري اللي هو اداها لها حست انها بتستمد قوه منه وانه بيدعمها وكده يعني. وبعد شويه رقص تعبت سيلينا وغرقت في النوم على رجل دولان، وفجاه بيسمع اغنيه مألوفه ليه وبيقرر يعرف مين اللي بيغنيها. فقرر يسيب سيلينا نايمه وراح للغابه، وهناك بيلاقي كريستينا قاعده على غصن شجره وبتغني اغنيه قديمه عن البطل والتنين الابيض اللي انطلقوا في رحله لهزيمه التنين الشرير. دولان هنا اتأثر جدا بالغناء بتاعها فبيسقف لانه عجب بيه. ولما بتخلص الاغنيه كريستينا بتتفاجئ لما بتشوف دولان وهو بيقول لها انها غنت بشكل جميل جدا، وسالها الاغنيه دي اتعلمتها منين. فردت عليه وبتقول له انها اتنقلت في عيلتها من جيل لجيل. ولما دولان بيسمع كده شكله كان بيستوعب حاجه معينه، فبيسالها لو في اي حاجه بتحصل بعد ما البطل والتنين الابيض بيهزموا التنين الشرير. فهي بترد عليه وبتقول له ان الاغنيه دي بتخلص عند الجزء ده ومفيش كلمات بعدها. وبتسال دولان هو ايه رايه في اللي حصل للبطل والتنين الابيض بعد ما هزموا التنين الشرير. فبيرد عليها وبيقول لها ان اللي حصل بعد كده مش مهم، لانه شايف ان التنين الابيض فضل يحترم صداقته مع البطل لحد النهايه. فبيجي تاني يوم الصبح ودولان واصحابه بيجهزوا نفسهم عشان يرجعوا للقريه بتاعتهم. وفي اللحظه دي بتعرض كريستينا على دولان انه ينضم للاكاديميه تاني، فبيقول لها انه محتاج وقت يفكر بس هو مهتم بالموضوع. وده بقى بيصدم سيلينا اللي كانت بتبقى واقفه معاهم. فبتوصل ديادورا عندهم وبعد كده بتديه شويه بذور من الورد الاسود وبتقول له ان ليها فوائد طبيه كتير، لكن الهديه دي ما كانتش الهديه الوحيده اللي كانت عايزه تديها له عشان تعبر عن شكرها ليه. ففجاه بتقرب منه وبتبوسه، وهنا بنلاقي سيلينا غضبانه وباين عليها غيرانه وبتقول هي ازاي تقدر تعمل كده. بعد كده بيرجعوا للقريه ودولان بيقول للبنات انهم بعد ما يحطوا شنطهم في بيوتهم لازم يبلغوا شيخ القريه بكل اللي حصل. الكل بقى بيكون رايح في طريقه، لكن اول ما دولان فتح باب بيته فجاه في ايد بتخترق صدره وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. وبنيجي في تاني يوم الصبح دولان بيصحى وكأن مفيش اي حاجه حصلت، وبيقوم يغسل وشه وبيجهز نفسه وبعدين بيروح للحقول بتاعته عشان يشوف المحاصيل. وهو هناك سيلينا بتيجي تشوفه وبتسلم عليه. وبعد شويه دولان بيروح لساحه القريه وبيقعد مع الاطفال وبيحكي لهم حكايه عن التنانين القديمه، وبدا يشرح لهم بسرعه عن انواع التنانين المختلفه، وانه من قلبه روح التنين نفسه هو اقوى تنين اتولد، وان ده كان هو في حياته السابقه لكنه فضل انه ما يتعمقش في الموضوع. وبعد ما خلص الحكايه الاطفال بيجروا بعيد وهم
مبسوطين، وكل واحد بقى بيفضل يختار تنينه المفضل ولا كأنه كل واحد بيختار فيهم البوكيمون بتاعه. فديادورا وفيو كانوا موجودين بشكل مفاجئ وبيسالوا دولان اذا كان دايما بيحكي للاطفال قصص عن التنانين، فبيرد عليهم يقول لهم ايوه بحكي لهم ساعات عن التنانين لانهم بيحبوا الحكايات دي، لانه حتى كان بيحكي القصص دي اصلا عشان اخوه الصغير. فبعد كده بيتجهوا للقريه اللي بقت مزدهره بسبب التعاملات التجاريه مع سكان الغابه اللي بقوا بيجوا ويبيعوا ويشتروا هناك. فديادورا هنا بتقول ان كل ده بفضل دولان، واللي خلى التجاره ممكنه بين اهل الغابه واهل القريه، وصفته هو واصحابه بالابطال بالنسبه ليهم. وفجاه واحد من الجن بيطلع يجري عليهم وبيسلم على دولان، وبعدها مجموعه من البنات الجن بيجوا علشان ياخدوا توقيع من كريستينا اللي بيعتبروها مثلهم الاعلى. لكن ديادورا هنا بتبدا تلومهم على عدم احترام خصوصيتها. وبعد ما بيمشوا البنات بدات تضايق كريستينا وتهزر معاها على انها بتتكسف يعني من معجبينها. ولما سيلينا هنا بتحاول تهديها، ديادورا بتستخدم ريحه ورد سودا علشان تخليها مرتبكه اكتر. بعد كده بيبطلوا اللي هم بيعملوها عشان يروحوا يتغدوا، وسيلينا هنا اقنعت دولان انه يروح معاها ومع الفرسان يصطادوا شويه لحمه. فدولان بيوافق وبيروح معاهم للغابه. لكن هناك سيلينا بتقول انها حاسه بدب مدرع قريب منهم، فبتهجم على الكهف بتاعه عشان تخرجه. وبالن هنا وباقي الفرسان بيهجموا على الدب وبيقتلوه. لكن قبل ما يقتلوا الدب الصغير بتاعه وقفهم وقال لهم ايه اللي هم بيعملوه ده، وان هم ما لهمش حق انهم يقتلوا الدب المدرع طالما ما كانش بيهاجمهم. وقال لهم انهم خلصوا المشكله في الغابه خلاص، والمفروض دلوقتي الوحوش ترجع لمنطقتها بسلام. لكن بالن هنا قال له بطل السذاجه دي، وكل الوحوش هنا خطيره ولازم نصطادها عشان نحمي اهل القريه. بعدها بيقوم قائد الفرسان وبيمشي قدام، ودولان هنا بيبقى واقف محتار ومستغرب من اللي قاله الكابتن بالن. فسيلينا بتهديه وبتقول له بلاش تفكر كتير في الموضوع لان بصراحه غيري كل الوحوش زي الحشرات. ولما بيرجع دولان للبيت بيلاقي المحاصيل بتاعته دبلت. ففجاه ايري ام شعر احمر بتظهر وبتساله وبتقول له هو انت ليه بتقف تبص على المحاصيل وانت اصلا هتمشي قريب؟ فدولان ما فهمش قصدها، فبتقول له ان العجوز الكبيره قررت ان كل واحد في القريه يسيبها ويدور على مكان يناسبه. الكلام ده بيصدم دولان جدا، واللي ما فهمش ليه الست الكبيره ممكن تعمل كده. فبيجري على طول عشان يكلمها وبيلاقيها في اجتماع مع شيوخ القريه. فبيسالهم ويقول لهم هو انتوا بجد ناويين انكم تفرقوا القريه عن بعض وتبعدوا الناس عن بعضها؟ فالشيوخ بيقول له هنا انهم خلاص اخدوا القرار. فدولان بيعترضوا بيقول لهم ان قوه علاقتهم ببعض هي اللي مخلياهم يصمدوا لحد دلوقتي. لكن رئيس القريه قال له انه بيكره المكان ده لانهم مش قادرين يحققوا اي ازدهار هنا. وبقى الشيوخ بيوافقوا في الراي وبيقول له ان القريه دي كمان مكان تعبان. دولان هنا بيكون مصدوم جدا وحاسس انه الوحيد هو اللي بيحب القريه فعلا. بيجي تاني يوم ودولان بيشوف عيله صغيره سايبه القريه بدري ومعاهم ابنهم، فبيدعي لهم بالتوفيق في حياتهم الجديده. لكن لما بيحاول يشيل الطفل ويبوسه الام بتبعده بعيد عنه. دولان هنا بيكون مصدوم من تصرف الام، بس فضل انه ما يقولش حاجه وفضل يتفرج عليهم وهم ماشيين لانه قرر يفضل في القريه ويحميها. ومفيش وقت كتير بيعدي وعيلته هي كمان بدات تجهز عشان تمشي. فامه بتحضنه هنا وبتقول له انه مش شخص عادي، وعشان كده هي واثقه فيه انه هيبقى كويس لوحده هنا. وبعد ما عيلته مشيت فبتظهر كريستينا وبتقول له انه شخص مثير للشفقه لان هو الوحيد اللي قرر يفضل في القريه. بعدها دولان راح يتمشى في القريه ولاحظ ان كل البيوت فاضيه ما عدا بيت سيلينا. فلما دخل البيت لقاها بتجهز شويه شوربه علشانه، وبتقول له يحاول يخرج من حزنه شويه لانها عارفه انه متضايق. لكنه لاحظ ان رفوف بيتها فاضيه هي كمان، وده بياكد له ان هي كمان تقريبا ماشيه. بس قبل ما تلحق تشرح له السبب بيسمع صوت انفجار من اتجاه بيته، فبيجري على هناك. ولما بيوصل هناك بيتصدم لما بيلاقي بيته مولع، وكريستينا هي اللي ولعته. وكانت واقفه بتبتسم ببرود وبتقول له انها هي مش الوحيده اللي ولعت في البيت لان باقي اهل القريه معاها في الموضوع ده. دولان هنا يا عيني بيكون محطم وشايف اللي بيحصل قدامه ومش بيقدر يقول حاجه. وكريستينا بتقول له انها فكرت انه مصر على البقاء في القريه علشان عنده بيت، فدلوقتي بما انه ما عندوش بيت هيضطر يمشي. دولان هنا بيرد عليها وبيقول لها انه مش هيمشي من القريه دي حتى بعد اللي حصل. فكريستينا بتقرر انها كمان تولع في الحقول بتاعته لكنه منعها. وبعدها بص لسيلينا وطلب منها تساعده وتقنع باقي الناس بانهم يغيروا قرارهم، لكنه اتفاجئ انها كانت محضره حاجتها علشان تمشي هي كمان. دولان هنا ما كانش مصدق اللي سمعه وبصوت منكسر وبيسالها ازاي ممكن هي تعمل كده بعد كل اللي حصل، وانهم حاربوا سوا علشان يفضلوا في القريه دي، وفضل يترجاها انها تفضل. لكن كريستينا هنا بتقاطعه وبتقول له انه يبطل تصرفات الصعبانيه اللي هو بيعملها دي، وبتقول له انهم مش عايزين يعيشوا معاه تاني لانه مش بشري. فدولان هنا بيحس بصدمه كبيره لانه سمع الكلام ده، وبيسالها هي عرفت سره ازاي. فردت عليه وقالت له ان لما كائنات زيه بتدخل في امور البشر هم اللي بيعانوا في الاخر. فدولان بيقع على ركبته وهو شايف الكل بيبعد عنه ومش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل حواليه. بدا يحس كانه بيغرق في بحر ملوش قاع، وهو بيفكر يقول فين الغلط اللي هو عمله لان كل اللي كان عايزه هو انه يحمي القريه مش اكتر. وفجاه بيسمع صوت بيكلمه بيقول له ان احساسه كان من طرف واحد وان البشر دول ما كانوش بيحبوه رغم انه دافع عنهم كتير. الصوت ده قعد يكمل وراه وقال انه بس بيحاول بكل جهده انه ينال قبول البشر، لكن في النهايه لما عرفوا حقيقته تخلى عنه. بيقول له انه مثير للشفقه لانه اعتمد على مساعده صحابه عشان يقول وداعا للعالم كله كانه جبان. وفجاه دولان بيفتح عينه وبيلاقي نفسه راجع يكون تنين اللي كان عليه، ولقى نفسه مره تانية في البركان اللي كان عايش فيه زمان. وبدا يتساءل اذا كان ال16 سنه اللي كان عايشها كبشري دي مجرد حلم. ففي صوت ست بتقول له انه فعلا ده كان
مجرد حلم، وانه لازم يتقبل دوره كحامل البشريه زي زمان. دولان هنا كان منهار ومش عارف يتصرف ازاي، لكن فجاه سمع صوت سيلينا وهي بتندهش من التنين اللي قدامها وبتقول له ان التنين ده فعلا شبه دولان، واضافت ان المكان ده كمان اكنه حلم. صوت الست ده كان محيره جدا، وبيقول ازاي سيلينا وصلت للمكان بتاعها. لكن وهي ماشيه ناحيه دولان وبتتعرف عليه اختفت دبابه الشك اللي كانت في دماغه، وبيسالها وبيقول لها انت وصلت هنا ازاي؟ فبترد عليه وبتقول له انها لما نامت كان اخر حاجه فكرت فيها انها تقابله في اليوم اللي بعده، فالاحلام بتاعتها جابتها لحد عنده. دولان هنا شاف فيها بصيص من الامل وسالها لو فعلا هي عارفه عنه كل حاجه، بس سيلينا بتاكد على كلامه وبتبدا تحكي له عن ازاي هم اتقابلوا وازاي ساعدها تكسب قبول اهل القريه، وحكيت له عن مغامراتهم سوا وازاي انقذوا الغابه من الشياطين، وبتقول له ان هو اكيد دولان اللي هي عارفاه، وبتطلب منه انها تقرب منه اكتر. فدولان بيرفعها لفوق وهي بتتعلق في جسمه، وبتقول له انها مش مصدقه قد ايه هو ضخم، فبيشكرها على مجيتها ليه. وهنا سيلينا بدات تحس بالتعب فجاه، فدولان بيقول لها ترتاح وانهم اكيد هيشوفوا بعض بكره. ومع كلامه سيلينا بتبدا تختفي، وبعدها دولان وجه انتباهه للشخص اللي خلاه يشوف الكابوس البشع ده، وبيقول لها انها تطلع وتظهر نفسها. وفعلا من جدران البركان بتبدا تظهر نفسها، فقال لها انه عمره ما كان يتخيل انه هيشوف الهه الدمار والنسيان وعدوته اللدوده لكارفس بعد كل السنين دي. وبيسالها ازاي هي تكون هنا، فالشريره دي بترد عليه بتقول له انها جت مخصوص من عالم الشياطين عشان تدمره. فدولان بيقول لها انها وريته كابوس فعلا بشع، وكارفس اشتكت وقالت ان عندها كل الحق انها تعمل كده لانه تخلى عنها زي باقي التنانين والالهه اللي اختاروا ينهوا حياتهم الطويله. فسالت هو ازاي قدر يعمل كده، فدولان هنا بيعترف بيقول لها انها صح، وانه فعلا تخلى عن حياته كتنين، لكنه قال لها انه بعد ما اتولد من جديد كانسان وقابل ناس كتير بيحبوه عرف الحقيقه، واعلن انه لما كان تنين ما كانش عنده الشجاعه الكافيه انه يكمل حياته، لكن كانسان قرر يعيش حياته بالكامل وما يرجعش خطوه واحده ورا مهما كانت ايه هي المصاعب. كارفس هنا بتضحك عليه وبتقول له انه بقى يعرف يقول كلام ملوش اي لازمه، لكنها مش هتسيبه يحقق اللي هو عايزه بسهوله، وقالت له انه لسه عايش جوه حلم واللي هو بيكون المجال بتاعها وانها لا تقهر فيه. وفجاه بتشق الارض وبيطلع من الحمم البركانيه تنين مرعب شكله بشع كان عامل مشاكل لدولان والبطل في الماضي. فدولان مش بيستناها تكمل كلامها وبيقوم ضاربها هي والتنين بديله، وبعدها بيشحن لكمته الوهميه وبيضرب بيها التنين، وبيقوم عامل فيه فجوه فجرت التنين بالكامل. وبعدها بيقول انه محتاج يغسل عينه علشان يمسح الصوره اللي كانت في دماغه دي. وبعدها بيقول لكارفس انها تختفي وبيضربها لكمه تانيه، فهي بتحاول توقفه باعتذارها، لكن كان فات الاوان واداها الضربه المتينه، لكن بطريقه ما هي عرفت تعيش، وبدات تعيط وتقول له ان ده مش عادل انه يبقى قوي كده حتى بعد تجسيده الجديد. دولان هنا بيقول لها ان دي روحه نفسها مع انه انسان دلوقتي، وكشف ان الالهه الشريره حطوا عليه لعنه التجسيد الابدي اللي معناها انه مع كل ولاده جديده روحه بتضعف شويه وفي الاخر هتختفي تماما. بس كارفس هنا ما كانتش مبسوطه لما سمعت ده، لانه على الرغم من عداوتهم الطويله كانت بتعتبر دولان صديق ليها، فبيقول لها ان هو كمان بيشوفها بنفس الطريقه. فهي فرحت جدا لما سمعت كده وطارت بعيد وبتقول له انها هتبقى ترجع له وتلعب معاه مره تانية. وبعد ما خلص كل ده الحلم هنا بينتهي وبيصحى دولان في سريره، فسيلينا بتيجي عند الشباك بتاعه عشان تصحيه، وبيقول لها انه شاف كابوس بالليل، وبعدين بيسالها هتعمل ايه لو هي شافت دب مدرع في رحله الصيد. فدخلت اوضته وبتقول له انها هتستخدم عينها السحريه عشان ترجعه بيته، لانها شايفه انهم لازم يتجنبوا القتال باي شكل. دولان هنا بيبدا يضحك لما سمع الرد بتاعها وفهم انه رجع للعالم الحقيقي. وبعد كده راحوا مع بعض للمكان اللي كانوا بيقضوا فيه وقت مع بعض، وهناك لقوا كريستينا قاعده بتشرب الحليب اللي شربته قبل كده. فدولان بيقول لها انه قرر ينضم لاكاديميه السحر. وفي النهايه سيلينا بتتضايق جامد لما بتسمع الخبر ده، فكريستينا بتساله هو ايه اللي خلاه يغير رايه، فبيقول لها انه حلم ان قريتهم اتدمرت وافتكر العرض بتاع الاكاديميه عشان يتعلم حاجات جديده تساعده يحميها. بيمر شويه وقت بعدها بيسافر للمدينه عشان يقدم امتحان القبول، ولما بيجي وقت الامتحانات الكل بيودع دولان بحماس، لكن سيلينا هنا بتبقى قلقانه انه ما يرجعش تاني ليها. وفي الامتحان دولان حل الاسئله باستخدام معادلته القديمه، واللي بنلاقي في اللجنه بتاعته كارفس موجوده وعماله تزعج فيه، فبيقرر يتجاهلها ويدخل في حاله تامل. لكن المراقب بيفكر انه نايم وسط الامتحان، فبيغضب وبياخد منه ورقه الاجابه وبيقول له ان الامتحان العملي بتاعه ده هيكون في اليوم اللي بعده. في القريه بقى كانت سيلينا خارجه من رحله الصيد مع الفرسان، لكن دماغها كانت مشغوله وبتفكر في دولان. ولما الكابتن بالين بيقول لها تركز وتبقى صاحيه بتعتقد ان في وحش هجم عليهم، فبتستخدم سحرها بسرعه عشان ترد عليه، بس للاسف السحر بتاعها بيسيب الفرسان بدل الوحش، وده خلاها تحس بانها عملت مصيبه كبيره وبتزعل من نفسها قوي. بترجع بيتها بعدها وبتقرر انها تقرا كتاب اطفال، وهي ماسكه الكتاب افتكرت ان دولان هو اللي علمها تقرا لغه البلد دي، وبدات تتساءل اذا كان هو كويس في الاكاديميه ولا لا، بس هي كانت متاكده انه هيبقى ساحر عظيم وهيقدر يساعد القريه، وهي كان نفسها تروح معاه، بس كانت عارفه انها وحش واهل المدينه كانوا هيخافوا منها. ففضلت تفكر وتقول لنفسها انه عادي لو مش هتكون معاه، لان مهمتها الحقيقيه حسب تقاليد اللاميه انها تلاقي زوج، وهي بتفكر في الموضوع ده. هنا صوره دولان بتظهر في دماغها فجاه، وبتفهم وقتها انه هو الشخص الوحيد اللي كانت بتدور عليه طول الوقت، وادركت انها بتحبه وعايزه تعيش معاه في القريه. لكن مع كل ده كانت متاكده انه مش هيوافق يسيب القريه بتاعته، وفكرت ان اكتر لحظه هتكون سعيده في حياتها فيه هي انها تعيش مع دولان، لكنها مقتنعه تماما ان ده صعب
صعب يحصل، وقررت انها لازم تمشي وتبدا رحلتها. تاني يوم بيرجع دولان للقريه بعد الامتحان، وبيقوم رايح جري على بيت سيلينا عشان يكلمها، لكنه بيلاقيها انها مشيت وسابت جوابين، واحد لاهل القريه وواحد ليه. فالجواب اللي كانت كاتباه ليه بتقول فيها انها تسيب القريه عشان تبدا رحلتها انها تدور على زوج، وبتعتذر له لانها مشيت فجاه، وبتقول له انها ما قدرتش تقول له وداعا فكتبت له جواب بدل ما تواجهه شخصيا. دولان هنا بيتصدم لما بيقرا الجواب ده، وبيبدا يهلع، وبيقرر انه لازم يلاحقها، وبيتحول لتنين عشان يوصل لها بسرعه. ومع وصول المغرب كانت سيلينا بقت بعيده جدا عن القريه، فبتقرر انها ترتاح شويه وهي لسه بتفكر في دولان، وفجاه بتشوفه وهو بيطير فوق السماء. هنا بقى هي كانت مرعوبه جدا ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، ولما شافت دولان فجاه جنبها بتتوتر جدا، لكنه قرر انه يمشي معاها بهدوء. وبعد شويه بيوصلوا للبحيره اللي اتقابلوا فيها اول مره، فسيلينا بتقول له رغم انهم يعرفوا بعض من كام شهر بس، لكنها حاسه كانها تعرفه من زمان. وفجاه دولان بدا يتكلم عن امتحان الاكاديميه، وحكى لها انه سال المدرس هناك اذا كان الطلاب يقدروا يجيبوا المخلوقات المرتبطه بيهم معاهم ولا لا، فالمدرس قال له ان ينفع عادي. فدولان بيقول لسيلينا انه عايز يعمل معاها عقد انها هي موافقه. سيلينا بقى هنا خلاص طارت من الفرحه، وبتحس ان حلمها بيتحقق، لكنها بتكون لسه مش قادره تستوعب الفكره تماما. ففضلت تصرخ وتقول له ان اللمية مخلوقات بتاكل البشر، ولو حد شافها معاها الناس هتخاف منه وتكرهه، وده هيخلي حياته في الاكاديميه كابوس. فدولان بيرد عليها وبيقول لها انه لو حد قال حاجه وحشه عنها هو اللي هيواجههم، وهي بتحاول تقنعه انه يبعد عنها، فبتتزحلق وبتقع في البحيره. هنا دولان بينط بسرعه عشان ينقذها، لكن كانت لسه بتحاول تخليه يتراجع، وبالله انه مش فارق معاه حتى لو مش هيلاقي اصحاب او الناس تكرهه، لانه عايز يشوف العالم ده كله وهي جنبه. سيلينا هنا بتتاثر جدا بكلامه، ودموعها بتبدا تنزل، وبتحضنه وبتقول له انه فعلا عايزه تروح معاه. وبيرجعوا للقريه، وبعد فتره وصلهم الخبر السعيد، وهو ان دولان نجح في امتحان القبول. وبعدها الساحره بتاعه القريه عملت عقد بين سيلينا ودولان. سيلينا هنا كانت مبسوطه جدا لانها هتبقى معاه طول الوقت من دلوقتي. بعد كده كل اهل القريه بيجتمعوا عشان يودعوهم، بس سيري ام شعر احمر اللي بتحب دولان قالت لسيلينا انها هتيجي السنه الجايه، وطلبت منها انها تهتم بدولان لحد ما تيجي. وبعد كده العربيه بتاعتهم بتسافر، ودولان بيقول لاهل القريه انه لو حصل اي حاجه هيجي جاري عشان ينقذهم. وهنا بتبدا تدمع عينه وهو بيقول لهم خليكم مبسوطين وخلي بالكم من نفسكم. بس سيلينا هنا بتلاحظ وبتقوم مسحه دموعه قبل ما تقع. بعد كده سيلينا بدات تحلم وتفكر انها دلوقتي خلاص بقت حبيبه دولان، لكن بعد ما عملت حسابات في دماغها وافتكرت انه لما قال لها انها تفضل معاه للابد كان ممكن يسودها كصديقه مش حبيبه، فبتبدا تحس بخيبه امل كبيره. لكن بعد كده دولان قال لها انه نفسه يزور قريتها في يوم من الايام، وانه بيتمنى انها ما تملش منه قبل اليوم ده. بس سيلينا هنا بتبتسم له وهي متحمسه لمرحله جديده في حياتهم. وبس احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو وخلصنا قصه دولان التنين العظيم. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وبس. يلا سلام.